اهلا بيكم في تكنولوجي. اكيد كل الناس النهارده نفسها انها تفتح بيزنس وكل شخص يكون عنده البيزنس والبراند الخاص بيه. ولكن من اكتر المشاكل اللي بتقابل الناس انها مش عارفه ازاي تحدد البيزنس دومين الافضل ليها وايه هي الخدمه او السيرفيس اللي هي بتبيعها. وكمان ما بتعرفش ازاي تسوق للخدمه او المنتج بتاعها او البيزنس اللي هي هتشتغل بيه، خاصه ان مجال الاي كوميرس من اكتر المجالات اللي عليها طلب واللي بيزيد بشكل كبير جدا. كل الناس بقى عندها براندات ولكن بيقابلها مشاكل انها ازاي تسوق للبراند ده، ازاي انها تحسب الارباح بتاعتها، ازاي كمان انها تحلل الداتا بتاعتها وتاخد ديسيجنز او قرارات بناء على الداتا اللي موجوده عندها. وعشان دي مشكله كبيره عند اغلب الناس، فاحنا في البودكاست بتاعنا النهارده هنتكلم عن ازاي ان احنا نحل المشاكل دي كلها ونحددها من خلال ضيفنا اللي النهارده مشرفنا النهارده مستر كريم تركي. اهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله والله زي الفل. منورنا. الحمد لله كله حلو. ربنا يبارك فيك يا يا رب رب زي الفل. عرفنا بنفسك واحكي لنا بشكل تفصيلي عن الرحله بتاعتك والمسيره بتاعتك ومجال الاي كوميرس في مصر والتجاره بشكل عام برضو، عشان كل الناس تبقى فاهمه وعارفه احنا رايحين فين. انا كريم تركي، 35 سنه. ما يبانش عليك. الحمد لله. ما يبانش عليك. انا شغال في البيزنس عامه في مجال التجاره مم. والتصنيع من الصغر، يعني كنت مع والدي الله يرحمه في المصنع بتاعه. كام سنه؟ لا انا يعني أنت اول يوم عندك كام مدرسه سنة؟ كان اول يوم مدرسه اول يوم شغل. اول يوم مدرسه. اول يوم مدرسه كان اول يوم شغل على طول. مم. هو كان عنده كونسبت كده اللي هو لازم تتعلموا ويبقى معاكم صنعه وفاهمين مم. السوق. فضلت شغال في المجال بتاعنا فترة طويلة ونزلت السوق واشتغلت فيه، طلعت بره، بعد كده بقيت اشتغل كموظف في السيلز، بعد كده الماركتينج، دخلت بقى الجزء بتاع الاي كوميرس تقريبا يعني اراوند 2015 2016. حلو ما شاء الله، يبقى لك almost 10 سنين مثلا. انا داخل على 10 سنين تقريبا. حلو جدا. بدأت ان انا اشتغل في الجزء بتاع الافيليت ماركتينج. جميل. كان في مصر هنا في الشركات اللي هي دخلت بدون ذكر اسماء، يعني كانت بتبقى تشتغل في الجزء بتاع الافيليت ماركتنج وما الى ذلك. بدات اشتغلت بقى هنا، بدات الرحله. الافليت ماركتنج اللي هو التسويق بالعموله. التسويق بالعموله عشان الناس كلها تبقى عارفه تبقى مظبوط، يعني. تسويق بالعموله. انا دخلت المجال ده يعني قدرا اصلا قبل اي حاجه. كنت بدور على موضوع الربح على الانترنت. اوكي. ازاي تربح، ازاي تكسب من الانترنت. وطبعا كان في حاجات كتير جدا جدا في الحته دي ولسه كان الموضوع يعني لسه بادئ، منتديات وما الى ذلك من الحاجات يعني. فضلت شغال وراها وما فيش حاجه كانت بتنفع خالص، لحد ما لقيت اعلان عن كورسات لاعلانات السوشيال ميديا. اوكي. رحت خدت الاعلان، كان اوفلاين. هو ازاي تعمل اعلان على السوشيال ميديا؟ على اليوتيوب وعلى تويتر وعلى الفيسبوك وما الى ذلك. دخلت وخدت الكورس، بدات اشتغل بقى في الجزء ده. فاشتغلت از ميديا باير. كانش في طبعا حاجه اسمها ميديا باير في الوقت ده، او ما كانش ده المسمى الدارج في مصر هنا. وكان هو سوشيال ميديا سبيشالست، وكنا بنشتغل بقى كل حاجه. بتعمل اعلان، ترد على رسائل، تكتب كونتنت، تعمل كل حاجه. يعني ما فيش حاجه بقى كان اسمها اللي هو ايه، لا انا بعمل اعلانات بس، لا انا بكتب كونتنت بس. ما كانش فيه الكلام ده. كان هو انت هتدخل تاخد الباكج كله. بقيت اشتغل. بعد كده بقى بدأ الموضوع يتطور معايا ان انا عايز افتح حاجه في الجزء ده. ففتحت ففشلت، فرجعت اشتغلت تاني، ففتحت ففشلت، فرجعت اشتغلت تاني لحد ما ربنا اكرم. وبدأت ان انا عملت شهبندر. دي كانت منصه تسويق بالعموله في مصر هنا. يعني في مده بسيطه جدا بقينا من التوب 5 في مصر في الجزء بتاع الدروب شيبينج والافيليت. اشتغلنا شويه، بعد كده حصل كام دروب، وبعد كده بقينا فول فلاي. فالنهارده انا الفاوندر سي او لشركه فول فلاي. هي شركه فولفيلمنت بتقدم خدمات الاوبريشن من اول ما العميل بيجيب المنتج، ونبدا ان احنا نخزن ونغلف ونكونفيرم المكالمات ونعمل فولو اب ونوزع الاوردرات على شركات الشحن ونستقبل المنتجات وما الى ذلك. حلو قوي. فانت اند تو اند يعني من اي تو زد. من اي تو زد. احنا بنعمل يعني واخدين عصب الموضوع الاوبريشن اللي هو يعتبر اكتر حاجه بتستهلك وقت ومجهود وكل حاجه. طب تعالى ناخدها واحده من الاول. انت اصلا الباك جراوند بتاعتك اتخرجت من ايه واشتغلت؟ اداب. ودخلت حاجه مالهاش علاقه خالص خالص. حلو قوي. واللي خلاك تروح لده الباشن بتاعك انت من وانت صغير؟ انت والله انا يعني دايما والدي كان مدخلني حته الصناعه والتجاره. اوكي. فكنت بتاجر وابيع، وكان طبعا رحلتي يعني انا حاولت اختصر ان لو هتكلم بتفاصيل هتاخد وقت طويل جدا. بس لا يعني انا كنت شغال بياع واشتغلت في محلات واشتغلت في اسواق وكنت ببيع. يعني اول شغلانه اشتغلتها كانت خارج مصنع والدي، كنت ببيع في الشارع، بلف مندوب مبيعات.
كنت بلف ببيع تيشيرتات وما الى ذلك. فانا كنت عايز ادخل الحته دي، فتحت مشروع 2 و3 وفي اللي فشل وفي اللي جاب لي فلوس وبعد كده قفلت تاني، فاكتر من حاجه يعني. فلا اشتغلت في كذا حاجه، بس كان المينلي اللي انا دايما بدور عليه ان انا يبقى عندي بيزنس بتاعي. جميل. لان انا متعود يعني كبرت لقيت والدي كده، فلو انا برضو عايز تبقى زي حلو قوي. ماشي، فتحت مشروع وفشلت، فتحته وفشلت، فتحته وفشلت، ايه اللي خلاك تفشل وايه اللي خلاك تكمل؟ حاجات كتير ايه برضو يعني، قول لي برضو فتحت حاجات كتير يعني. انا مثلا فتحت محل كان بيعمل حاجات مطبوعات طباعه، وكنت زي مكتبه يعني قصدك؟ مش مكتبه، هو كانت محل بتعمل ستيكرز بتطبع على بتحط على العربيات، تتعمل فيه مكاتب وما الى ذلك يعني. حلو. فشلت ليه؟ كان يعني اختيار شريك مش صح، وانا كنت داخل حاجه مش فاهمها ولسه بتعلم فيها، وكان المفروض ان الشريك هو اللي فاهم كل حاجه. وبدا ان هو بعد كده يعني الموضوع يبقى مش احسن حاجه، فخسرت. جميل. ففشلت. دي يعني دي كانت بالنسبه لي ده كان اول فشل. اول بيزنس اعمله وافشل فيه، وكانت صدمه كبيره جدا. طبعا كنت شايف الدنيا وردي، فكان صدمه كبيره. بعد كده بدات بقى ان انا عملت مشاريع تانية بقى، حاجات بسيطه بقى. ممكن كنت اجيب بضاعه وانزل اوزع، اجيب مثلا جمله واوزع قطاعي، اجيب حاجات مثلا من المصانع وابدا انزل بيها مكاتب والف وما الى ذلك يعني. كنت واقف في اسواق، كان عندي فرشه في سوق، كنت بنزل ابيع المنتجات، اجيب من مكاتب الجمله من المصانع. ده ملابس هدوم؟ ملابس وانزل على في السوق وابيع. وكان فتره طويله كمان يعني، قعدت مثلا 2 3 بعمل الكلام ده. كانت كويسه جدا ومربحه جدا، وانا كنت شغال في اليوم 2 3 والدنيا لطيفه يعني. بس انا 2 3 اللي هو الوقت اللي بتقف فيه، الهايب بتاع السوق. بعد كده بنزل بقى الف عشان اجيب المنتجات واشوف الطلبات وكل الكلام ده. فاشتغل شويه، وبعد كده طبعا عشان خاطر الموضوع ما كانش احسن حاجه. فكان في كذا حاجه. بدات مثلا موضوع الافيليت، فتحت شركه زي شهربندر. قبل ما افتح شهربندر كان لسه خبرتي مش كبيره، كان عندي لسه ما حدش يعرفني في السوق بشكل كبير. فالموضوع فشل في خلال 3 شهور، ما عرفتش اكمل اصلا. ما كانش فيه يعني لا في سمعه ولا في حد يعرفني، ولا كنت انتشرت وسط الناس، ولا كان في تاجر ممكن يحط عندي بضاعه او كده. فبرضه فتحته وفشلت. فقلت وكان في عندي حاجات ناقصاني كتير في الشغل، كنت بعطل فيها. فبدات ان انا انزل بقى عشان يعني، بس انا لقيت نفسي في الحته دي يعني، انا عايز اعمل ده. فدخلت بدات بقى. طبعا انت المجال ده فيه كذا حاجه، فكل حاجه بدات ان انا عايز اتعلمها، افهم ايه اللي بيحصل. فاشتغلت مندوب، قعدت 3 شهور تقريبا شغال مندوب على رجلي، بوزع اوردرات. اشتغلت في المخزن، انا كنت شغال ميديا باير. اشتغلت، رحت شركه هي بتعمل السايكل ده كله، براند موجود لغايه دلوقتي ربنا يبارك لهم. وصاحب البراند هو صديق شخصي دلوقتي، والاوبريشن مانجر نفس الحكايه اللي كان موجود وقتها. فرحت هناك بقى انا عايز افهم ايه اللي بيحصل، بتعملوا ايه بقى. ما انا مش فاهم حاجه في المطبخ خالص. المطبخ انت بره، انت بس كنت نازل بره بس على الارض، بس مش فاهم ايه اللي بيحصل يعني. انا بالظبط. وكمان فكره ان انا مثلا كنت شغلي كله سوشيال ميديا، بنعمل اعلانات، بنرد على العملاء، ماذا بعد ايه اللي بيحصل. فربنا كرم، رحت المكان كان فيه كل حاجه من الالف للياء، من اول ما بيعملوا الاعلانات وتصوير المنتجات والميديا برودكشن كلها، لحد ما بيطلع شركه الشحن وبيستلم المنتجات ازاي. فخدت صوره كامله عن الموضوع. وبعد كده ربنا كرم وفتحت شهربندر. ويعني الحمد لله والشكر لله، ربنا كلل المجهود ده بنجاح وقتها كبير جدا. ده كانت البيك بتاعنا في الوقت ده. نظرا للتطور اللي كان بيحصل، مصر لسه سوق بكر في الاي كوميرس، وحتى الان يعني till now احنا بنقول ان التجاره الالكترونيه لسه ما بداتش في مصر. لسه ما بداتش لسه كل الناس اللي عامله براندات لا لسه بدري لسه بدري جدا. لان انت لما هتيجي تشوف حجم الاوردرات بالنسبه لحجم الناس اللي موجوده، احنا مصر هنا سوق كبير قوي، احنا 120 مليون، احنا سوق كبير جدا جدا. طيب النهارده امازون دخلت، نون دخلت، جومي كانت موجوده، ودخل النهارده براندات صينيه، وفي بقى علي بابا داخل تقريبا. وفي تيمو دخل. وما زال حتى الان الناس شغاله، كل الناس الصغيره دي شغاله. ولسه ولو في والسوق يستحمل قد اللي موجودين. فاحنا لسه ما بدأناش. لسه ما بدأناش ليه برضو؟ لان احنا لسه ما وصلناش للتطور الكبير في اللوجستيات وفي الاوبريشنز وفي البيزنس عامه في الجزء بتاع الاي كوميرس. فاحنا لسه سوق بكر، لسه ما بقاش ريد اوشن، بس بيتطور
يعني بيحصل فيه تطور. حلو. لكن تكلفه دخول السوق المصري مش كبير. مم. ليه؟ عشان لسه السوق عشوائي. حلو قوي. تعال نرجع خطوه لورا. انت قلت انت فشلت في اول المشروع خالص بسبب ان انت دخل معاك شريك غلط. فدي اول حاجه استفدناها من الحته طبعا دي، طبعا إن مفيش أنت حاجه فشلت لازم- فيها ما استفدتش منها. ما عايزين بقى نتكلم عن الحاجات دي. انت لازم تختار الشريك الصح. طبعا. ايه مواصفاته؟ لو مثلا اصل دلوقتي بقى اسهل حاجه ان اي اتنين صحاب قاعدين جنب بعض في السكشن، يلا نعمل مشروع مع بعض. طيب هو الشراكه انا ببقى شايف ان هي زي الجواز. مم. تمام. يعني هو الشخص اللي هيشاركك هو زي اللي انت هتتجوزها بالظبط. فلازم يبقى فيه مواصفات، وفي نفس الوقت هي رزق. يعني في الاول وفي الاخر الشريك الكويس اللي بيكملك، اللي بيشتغل معاك، اللي يعني بتتغاضوا انتوا الاتنين عن اخطاء بعض، وعندكم نفس الهدف. ممكن تبقى رؤية مختلفة شوية، ممكن يبقى الطريقة مختلفة، لكن في نفس الهدف. صح. في الاخر احنا هنختلف في طريقة التنفيذ، لكن احنا الاتنين رايحين نفس المكان. فاختيار الشريك بيبقى اول حاجة طبعا رزق عند ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة فكرة صفاء النية. مم. دي حاجة يعني يبقى سالك كده بالظبط. على الدغري يعني خالص. الموضوع يبقى ده سالك. على فكرة يعني سبب كبير جدا في الرزق. مم. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبارك للشراكة اللي ما فيهاش خيانة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول الله ثالث الشريكين ما لم يخونا، مم. او ما لم يخن احدهما للاخر كما مم. قال صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى بيكون موجود في الشراكة دي مم. الا لو واحد خان التاني. مم. يعني لو واحد نيته من جوه التاني خلاص كده البركة خلاص. اتنزعت، مم. الموضوع خلص. فعشان نتفادى الموضوع ده طبعا احنا بنشوف الشخص اللي عنده خلق ودين وفاهم في البيزنس وبيكملني ويعني حد كويس وابدا اشتغل معاه. مم. ولازم اكون واضح جدا 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 في كل حاجه في الشراكه بتاعتي. يعني ادق التفاصيل. انا دايما لما باجي اعمل شراكه مع حد بقعد اتكلم معاه. معلش احنا هنبقى رخمين بقى في الايه، جدا. يعني انا بقول له هنبقى رخمين في القعده دي، بس احنا هنتكلم في كل التفاصيل حتى التافهه. فبيلاقيني بتكلم، ممكن اتكلم معاه في تفاصيل تافهه جدا، يقول لي ده، اقول له عشان خاطر هي دي اللي هنختلف عليها. مم. احنا ممكن ما نختلفش على الكبير، مم. احنا هنختلف على الصغير ده. فاحنا بنقفل مداخل الشيطان. مم. وعشان تبقى كل حاجه واضحه بعد ما بنتفق بنكتب كل الكلام ده وبنبدا ان احنا نعرضه ونوافق عليه وخلاص. مم. حتى لو حد نسي، لو حصل ان مثلا حد حصل عنده مشكله، نسي حاجه، الشيطان لعب في دماغه شويه، بنرجع في ريفرنس بنرجع ليه، احنا متفقين على 1 2 3 4 5. فمش عاجبك ده خلاص احنا يعني هننفصل، مم. خلاص الموضوع انتهى. حلو. لكن ما يبقاش في اي تلاعب او اي مشكله فيقول انا كنت قصدي، لا صح. في صح. كل حاجه مظبوطه. ما تديني طيب 1 2 3 4 5. طيب يعني مثلا انا دلوقتي لو هختار شريك يشتغل معايا في شركتي، فانا عايز الشريك ده ليه؟ عشان يكمل معايا حاجه معينه. اه بالظبط او كده. نزق بعض يعني. فهو واصل لفين في الحته دي، صح. وهياخد قد ايه، ياخد قد ايه كفلوس؟ هياخد قد ايه كشير مثلا. كشير. يعني مثلا هو مش دايما الشراكه 50 50. صح. طب هو داخل بيزنس قائم بالفعل وانا محتاجه يكملني، ولا بيقوم، ولا احنا لسه بنقوم مع بعض، هيدفع فلوس قد ايه، ولو هتدفع على اجزاء كل جزء قد ايه، مم. الحاجه اللي هو هيعملها دي هيعملها ازاي، مم. ومطلوب منه ايه. تمام. وهيفضل يعملها على طول ولا لا لمرحله ما ويجي حد مكانه ويعملها وهو هيفضل موجود في الشراكه. مم. الكلام ده كله لازم يبقى فيه ايه، يبقى فيه اتفاق عليه. مم. فطبعا كل شركه وكل مجال بيبقى صح. بيختلف عن التاني، لكن كل حاجه لازم تكون بالتفصيل. صح. الارباح هتتوزع امتى، طب هتتوزع في الاول ولا لا هنضخها تاني في الشركه، ولا هنقتطع منها جزء تمام ناخده ونشتغل عليه. صلاحياتك عامله ازاي في الجزء ده، تتسأل عن الجزء ده ازاي، قراراتك لازم بتاخدها، يعني تاخد القرارات اللي انت في الجزء اللي انت فيه لوحدك ولا لا احنا مع بعض. حاجات كتير جدا بنتكلم عليها. حلو قوي. حاجات كتير جدا في الحته دي. حلو. طب انا ما اجيبش شريك يكملني، يعني انا ما اجيبش شريك معايا فاهم في نفس الحته بتاعتي، لا ولا اجيب حاجه ليه مختلفه؟ اصل ايه اللي يخليني اجيب حد في نفس الحته بتاعتي؟ يعني مثلا احنا 2 صحاب عندنا فاهمين في الماركتنج مثلا، فيلا نفتح شركه ماركتنج. تمام. هل ده صح ولا مثلا يبقى طب مين هيعمل لنا الاوبريشن؟ اوكي فنجيب حد من بره. مين يعني هنجيب حد فليه؟ اوكي. طب ايه اللي لازمه ان انا وانت نعمل نفس الحاجه؟ طب ما احنا لما بنكمل بعض ما بنعدلش على بعض. يعني هو ما بقاش فيه حته اللي هو ايه انا مش فاهم ماركتنج وانت فاهم ماركتنج فهنقعد بقى ايه لا في حته كل واحد بيبقى ليه الكي بي ايز بتاعته. انت بتعمل كذا 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 فده مكانك، وانا بعمل كذا كذا فده مكاني، فمركز في اللي انا بعمل فيه بشتغل عليه وانت مركز في اللي انت بتشتغل عليه فبنكمل بعض. صح. فالموضوع بيبقى احسن. ما بقول لك هو الشراكه زي الجواز، هو انا ينفع اتجوز واحده زيي؟ لا طبعا مش هتجوز راجل، هتجوز ست، فهي مختلفه عني. تمام. هي بتعمل حاجه انا بعمل حاجه تانية فاحنا بنكمل بعض، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ ما ينفعش حد فينا يكمل غير التاني. نفس الحكايه الشراكه.
انا ده وجهة نظر انا، يعني انا ما بحبش ان الاثنين يكونوا فاهمين في نفس الحاجه فهيشتغلوا نفس الحاجه فاحنا الاثنين في نفس الحته. فالرئيس يعني المركب اللي لها رئيسين بتغرق. خلاص انت هتبقى شايف ان انا صح ولا انت طريقتك دي غلط. ولو واحد غلط فهتلاقي التاني يقول له ما انا قلت لك. عارف انت 100% الحاجات دي بقى فيها مشاكل. كنا عملنا ده بالظبط. فلا يعني هو كل واحد يبقى ليه جزء والاثنين بيكملوا بعض يبقى افضل بكتير. ويكون في حزم يعني الحته دي بقى مهمه جدا. في مثل في السوق كده بنقول دايما ايه يعني اللي بيتكسف من بنت عمه ما يجيبش خضار، ما يجيبش منها خضار. فانت النهارده الشغل مفيش كسوف. صح. مفيش كسوف. انا النهارده انت دورك ايه؟ 1 2 3 4 احنا اصحاب. صح. اوكي مفيش مشكله خالص. بس احنا اصحاب فين؟ على الشغل. القهوه وجوه الشغل كمان اصحاب. بس انت ليك حقوق وعليك واجبات. صح. ادي واجباتك عشان تاخد حقوقك. خدت حقوقك كلها وما اديتش واجباتك يبقى انت عندك تقصير. هنقعد نتكلم مع بعض عشان نشوف التقصير ده جاي منين. لقينا ان انت مفيش فايده فيك، مش عارف تداري التقصير ده، فخلاص بالظبط هننفصل واحنا اصحاب. ودي حصل معايا كتير. انا دخلت شركات كتير مع ناس اصدقاء واللي كان متفاهم الكلام ده كملنا صداقه عادي مفيش اي مشكله خالص. لا احنا مش هنعمل خلاص انا هعمل كده. انت اللي اخترت. فالاحسن انه اتنين صحابي يتشاركوا ولا لا؟ لا هي بص يعني في على حسب السيتويشنز. لا يعني في ناس افضل وانجح شراكات كانت مع اصدقاء وفي ناس افشل شراكات كانت مع الاصدقاء. برضو اللي يقول لك الفاميلي بيزنس كله مشاكل كله مشاكل فعلا. بس في ناس فاميلي بيزنس وناجحين وبيكسروا الدنيا. وفي ناس فاميلي بيزنس والدنيا باظت على حسب البني ادمين نفسهم. الاخلاق وطبيعه التعامل والاطار اللي انت بتحط فيه الناس هو ده اللي بيفرق معاك. فانت دايما حط انا دايما في التعامل بتاعي بعمل ايه؟ بحط اللاينز. صح. انت ده الجايد لاين بتاعك وفي لاينز بيني وبينك انت مش هتتعدى اللاين ده. احنا اخرنا عند اللاين ده حتى في علاقاتي في كل حاجه احنا اخرنا عند اللاين ده. صح. احسن حاجه وانس ان انا سمحت لك تعدي لاين ماشي هتعدي بس في هتلاقي لاين تاني هتقف عنده برضه. المسافات بتخلي الموضوع يعني افضل حتى مع اقرب الناس ليك في كل حاجه حرفيا يعني. حلو قوي. طيب كده دي اول ستيج اول مرحله اللي احنا فهمنا منها كده خلاص ان احنا ازاي نختار الشريك عشان ما نفشلش. المرحله الثانيه انت قلت انت فشلت فيها اللي هي كنت بتنزل تقف ليه برضه فشلت فيها؟ ولا انت شفتها انها مش احسن مش هو ده بقى اللي انا عايزه بقى. لا مش هو ده اللي انا عايزه. أوكي. يعني دي كانت مرحله يعني بيبقى في عارف البريدج انت بيبقى في كوبري بتعدي من عليه فبتعدي وفي حاجات كده قرارات بتاخدها في اوقات هي دي اللي بتكون شخصيتك بعد كده وبتعرفك وبتعلمك. فانا كنت وقتها كنت في الحته دي كان الوضع كويس. يعني في السيتويشن اللي انا كنت فيها ده كان كويس جدا. كويس. انا كنت ايه ده جميل جدا بشتغل ساعتين 3 في اليوم وبكسب. صح. بكسب في اليوم 400 500 جنيه فده مبلغ كويس. ده كان زمان يعني ده كان طبعا. امتى؟ ده كان بنتكلم في 2018 مثلا. فده كان مبلغ محترم قوي. فيعني في الشهر كنت بقفل 15000 جنيه فده مين كان بيعمل كلام 3 4 ساعات في اليوم بس. فده كان ممتاز جدا. طب لا ما انا مش هفضل واقف في الشارع. مش عيبا في الشغلانه بس عيبا ان ده الفكره كلها ان ليا طموح. انا ليا هدف معين فانا دخلت دي بريدج بالنسبه لي. لكن النهارده انا لو رجع بيا الزمن تاني ما انا هنزل نفس الشغلانه. يعني هنزل اشتغل وهكبر شغلي وما فيش اي مشكله خالص. فما كانش هو ده اللي انا محتاجه فكان لازم انتقل لجزء تاني. وبعد كده اسست اول شركه. اسست اول شركه اللي هي كانت اسمها باي ناو. كانت برضو في الجزء بتاع الافليت. انا لما دخلت في الجزء بتاع الافليت كلمني اكتر عنه. انت الافليت ده اشمعنى الافليت بالذات اللي انت لقيت نفسي ماشي فيه جدا جدا وحققت فيه حاجات كويسه. فلقيتها سالكه ماشيه فيها. يعني الدنيا يعني عارف انت لما بتدخل كده يبقى في علامات يقول لك لا ارجع فبترجع. وفي حاجات ماشيه فتمشي مشيت بشكل كويس فانا لقيت نفسي هنا. فكملت في الجزء ده. فكان برضو الصوره عندي قصيره لسه كان في قله خبره في الموضوع. الصوره قصيره عندي مش عارف ايه اللي بيحصل ورا اندستري جديده مين دول وبيعملوا ايه. بندخل نبيع على سوق .com وعلى الشركات دي بنعمل مبيعات جباره. يعني المبيعه كانت بتيجي بنص جنيه وبجنيه وربع جنيه حاجات كده يعني. جيت قلت طب ما ليه انا ما اعملهاش انا؟ صح. زي اي مصري اصيل ليه ما اعملهاش انا؟ فرحت عملتها انا ففشلت لان انا ما كنتش اعرف اللي وراها. اوكي مش فاهم يعني. انا قلت طب ما انا هفتح وهعمل سيستم وويب سايت وهعمل اعلانات واجيب ناس. فالناس كانت بتروح لسوق عشان ده سوق وبتروح لامازون عشان ده امازون. ايوه بالظبط. فهتجيلي انا عشان انا مين بقى؟ عشان ايه بالظبط؟ مين شركتي؟ كان لقيت الموضوع لا لسه. وكان عندي طبعا الاحلام اللي هي
ان انا هبدا بمبلغ صغير وهعافر واشتغل اللي هو انا عايش في جلباب. اوكي. اشتغلت شويه برضو، لقيت ان في حاجات كتيره ناقصاني، فاخدت قرار ان انا خلاص مش هينفع اكمل. طيب انا دايما لما باجي افشل في حاجه بقعد اكتب اسباب فشلي. انا فشلت في ايه؟ ايه اللي خليني فشلت؟ فاقعد افكر في الاسباب دي حلو. واقعد اصلحها بقى. فكان من اكبر الاسباب قله الخبره في المجال ده. انا ما كنتش اعرف غير جزء واحد بس اللي كنت شغال عليه، اللي هو الاعلانات والسوشيال ميديا. طب ايه اللي وراه في البيزنس؟ مش عارف. حسابات مش عارف، كل ده مش عارف. انزل اشتغل. حلو. فاخدت القرار ونزلت اشتغلت بقى مندوب، ويعني اشتغلت حبه حلوين 3 شهور. وشفت فيهم حاجات كتير جدا، لفيت القاهره كلها والجيزه كلها، شفت حاجات كتير جدا جدا يعني. اشتغلت بعد كده اللي هو مودريتور، واشتغلت في مخزن. حلو. لما نزلت اعمل انا كل شغلانه من دول ما كنتش بروح اقول ان انا عندي اكسبيرينس كذا، ان انا اصلا الباك جراوند بتاعتي كانت سيلز، واشتغلت في محلات، واشتغلت في العقارات، اشتغلت في كذا حاجه، وكنت واصل ان انا تيم ليدر وسوبرفايزر ومانجيريال ليفل. فلا قطعت كل الكلام ده، انا نازل اشتغل، انا عايز افهم. ما انا عايز افهم، انا عايز وانا ما كانش عندي بقى موضوع ان انا اتكسف، لان انا اصلا جاي انا متمرمط من وانا عيل صغير في مصنع والدي، فاحنا بهدلنا فيه بعد كده. فلا رحت اشتغلت في مخزن، قعدت برضه 3 شهور. يعني كنت متارجت ان انا في خلال سنه اكون مجمع. انت كان عندك كام سنه بقى وقتها؟ لا انا كبير، انا عندي 35. احنا لا بنتكلم وقتها وقت ايه؟ لما كنت تارجت انك تحط لنفسك سنه عشان كان الكلام ده كان الكلام ده كان 2019 مثلا. يعني كان عندك كام سنه تقريبا؟ 20 سنه تقريبا. لا يعني نقص بقى. انا دلوقتي في 25، يعني كنت لسه 29 سنه. 29 سنه انا برضو مش صغير يعني. قلت لا انا هاخد سنه هتعلم فيها. اوكي. لازم اتعلم فيها كويس، او هعمل فلوس وهشتغل. يعني انا كنت الهدف عندي ان انا ادخل كل حاجه، ادخل هشتغلها وافهمها كويس جدا واعمل منها فلوس، بس الغرض ان انا افهم اللي بيحصل هنا ايه. ورا الكواليس. بالظبط. اشتغلت في المخزن، اشتغلت فتره و يعني عشان انا كنت شغال قبل كده وافهم في الكمبيوتر، وانا كنت باخد كورسات برمجه فكنت بدخل على السيستم بفهم اشتغل ازاي. صح. فالموضوع بقى احسن بالنسبه لي. اشتغلت كمندوب، اشتغلت في مخزن، اشتغلت كمودريتور. بقيت اقعد بقى اكتر من الوقت بتاعي اللي هو ايه. لا ما انا عايز اعرف الناس في المخزن بتعمل ايه. انا ما كانش شغلي في المكان مثلا، البراند اللي كنت فيه ده في المخزن، بس كنت بخلص الشيفت بتاعي واقعد معاهم، افضل قاعد اتفرج انتوا بتعملوا ايه. ما انا عايز افهم انتوا بتستلموا المرتجعات ازاي. كان ممكن امشي الساعه 12 بالليل. صح. ما عنديش مشكله خالص. ليه اول المرتجعات تيجي واشوف هم بيفرزوها ازاي ويدخلوا الشغل ازاي وبيسكنوا تاني ازاي. طب انت لما تيجي تضرب او السيستم اللي انا شغال عليه اصلا الشكل بتاعه ان انا بطلب اوردر وخلاص. صح. طيب ورا بقى الاوردر ده بيروح لمين؟ صح. بيروح ازاي؟ وبيخرجوا هو ازاي ويعرفوا منين؟ فلا ده في اس كيو، في باركود، وفي مش عارف ايه. فقعدت اجمع الكلام ده كله لحد ما فهمت الدنيا. بعد كده رحت لصديق هو كان عنده افيليت، بس الدنيا عنده كانت ميته شويه. فانا في الوقت ده وانا شغال في نفس الوقت لقيت ان احسن حاجه ممكن اعمل بيها سمعه كويسه وانتشار ان انا اعلم الناس. حلو قوي. فبدات ان انا اعمل ميتينجز مع الناس، اعلمهم ازاي يعملوا اعلانات ويدخلوا موضوع الافيليت. حلو. فبدا يبقى في عندي قاعده من المسوقين اللي شغالين، وبداوا الناس بدخل معاهم اونلاين ميتينجز، وادخل اوديت على الاكونت، وابدا ان انا اعمل له اعلانات واشوف الشغل واقول له لا تخلي بالك من هنا والتارجت بيتعمل كذا. فبقيت زي كونسلتنت كده. بالظبط كده. فناس كتير بقت موجوده ايه معايا، انا علمتها، فالناس دي بقت ورايا. الناس كانت من الصفر. فاللي بيحصل ايه، الناس لما تروح تشتغل في اكتر من مكان فبيحصل علاقه ما بينه وما بين التاجر. صح. في اتصال. صح. فيجي يقول له ده فلان عنده مكان ما هو شغال او شركه ما، فممكن تودي منتجك هناك وانا هشتغل عليه هناك وانا اضمنه لك مفيش مشكله. فبقيت انت الراس الكبيره اللي بتحرك الناس كلها. هو انا ما بحركهمش، انا بس كل اللي قدمته ايه ان انا عملت اديت فاليو، ان انا علمت الناس. فعلمت الناس، فانا خدت الناس دي جابوا لي ناس تاني. فانا رحت للصديق دوت وهو كان فاتح المكان وقتها واشتغلنا. حصل ان يعني مثلا هو كان مثلا في اليوم بيطلع 40 اوردر مثلا. حلو. في خلال اسبوعين بقى 400. اسبوعين ما شاء الله. ليه؟ لان جه اكتر من تاجر، اكتر من مصنع جم بمنتجاتهم، فاصبح السايت بقى مليان منتجات. والمسوقين لما شافوا منتجات كتير عملوا ايه؟ كله عايز يروح هناك. دخلوا اشتغلوا، بداوا ان هم يطلعوا الاوردرز. اشتغلنا فتره في الموضوع ده. دورت الموضوع اكتر بقى في المكان. كنت ببات في المكان حرفيا، كان ليا سرير ما كنتش بروح البيت.
انا قاعد اشوف المرتبات بتتعمل ازاي، السيستم ماشي ازاي، الناس اللي شغاله في خدمه العملاء، الناس شغاله في المخزن، لو في مشكله مع شركه الشحن بتتحل ازاي، نسب التسليمات، كل الكلام ده، الحسابات، كل الكلام ده. فضلت قاعد هناك فتره شغال فيها، مثلا دخلنا في 6 شهور. 6 شهور. 6 شهور تقريبا ما روحتش فيهم البيت غير 10 مرات. انت تعتبر بايت في الشركه. انا قاعد عندي سرير هناك وقاعد وما بتحركش. اصحى الصبح افطر وادخل على المكتب واشوف السيستم واشوف خدمه العملاء ونسبه التاكيدات واشوف كل حاجه والمشاكل. بالليل نودي البيك اب ونشوف المشاكل معاهم، نشوف نسب التسليمات. طول اليوم في عندنا المشاكل بتاعه المسوقين. ممكن يبقى كان في عندنا مشاكل في السيستم اصلا كتكنولوجي كتيره. فقاعد 6 شهور بتفرج وبتعلم وبشتغل بايديا وبحط ايدي. بعدها قلت خلاص بقى انا عايز افتح افتح شركه بتاعتي. فتحت شهبندر. شهبندر. اشمعنى بقى شهبندر؟ شهبندر اللي هو يعني. الاسم هو اسم تركي اصلا او فارسي، معناه شيخ التجار. شيخ التجار. ده كان المعنى من الاسم يعني. فتحنا شهبندر واشتغلنا، ويعني ربنا كرمنا بشكل كبير جدا. دي كانت انطلاقه كبيره جدا بقى في الجزء ده. في الوقت ده كان في اكتر من اسم موجودين، كان عندهم مشاكل زي اي حد. انا كان عندي مشاكل، كلنا كان عندنا مشاكل، بس هم كانوا مشاكلهم ان هم ما كانوش عندهم تواصل بالمسوقين بشكل كبير. كويس. وكان عندهم مشاكل في الاوبريشنز. فكان اوردرات بتخرج غلط، كان التسعيرات ممكن يبقى فيها مشكله، كان في مشكله في الحسابات، كان في تاخير في التحويلات، كان في تاخير في الرد على العملاء، كان في كذا حاجه. قعدت جمعت الكلام ده، عملت زي سوات اناليسيس، جمعت الكلام ده وقلت انا الكلام ده هحاول ان انا احله، فاجتذب مسوقين اكتر واشتغل بشكل اقوى. جميل. فتحت وقت اشتغل وقت احل المشاكل دي. في الاول طبعا كان راس المال ضعيف، فكنت بشتغل. انا مؤمن دايما ان في مثلث انت بتصرفه من حياتك: وقت، مجهود، فلوس. حلو. مفيش فلوس هتصرف وقت ومجهود كتير. مفيش فلوس هتصرف وقت ومجهود كتير. انت كده هتصرف كده يعني يمين شمال هتصرف الثلاثه. بس في ناس بيبقى معاها فلوس، صح. فبيعمل ايه؟ بيوفر مجهود ويشتري مجهود حد تاني وقته. بالظبط. يسرع الدنيا. فهو هيدفع فلوس، خلاص هو معاه مورد الفلوس والوقت كده كده هيتصرف، ولكن هو بيقلل الوقت اللي هيتصرف ده. يعني انا دلوقتي بالظبط انا هروح لحد اكسبرت وهقول له تعالى انا عايز اعمل دي، هياخد مني مثلا مبلغ اكس، بس هيخلصها لي في ربع المده اللي انا كان ممكن اخلصها بنفسي فيها. صح. فانا كده ايه؟ اشتريت وقت ومجهود. حلو. بالفلوس. طب انا معيش فلوس، هعمل ايه؟ هبذل مجهود مضاعف وهصرف وقت. صح. فدول موردين انا كده كده هصرفهم. وهو ده اللي حصل. انا فعلا كنت بشتغل، ممكن اطبق باليومين والثلاثه ابقى شغال. فضلت شغال فتره، ودخل معايا شريك ودخل معايا التاني، وكنا شغالين مع بعض. فضلنا شغالين بشكل كويس جدا. وحصل عندنا طفرات احنا ما كناش نتخيلها. يعني احنا ما كناش متخيلين الطفرات اللي حصلت دي. احنا كنا بادئين في شقه صغيره في العباسيه. شويه خدنا نص العماره. ما هو العماره كانت 4 ادوار، خدنا دورين. فكنا شغالين بيه، وبرده ما كانش الموضوع احسن حاجه. فانتقلنا رحنا المخزن، فبقى اشتغلنا. فالوضع كان بيتطور دايما. حصل بعد كده شويه دروبس موجوده عندنا في البيزنس. كل شريك قرر ان هو يخرج ينفصل بحاله. انت ليه دخلت شركه اصلا؟ لان كنت لوحدي، كان الحمل تقيل جدا عليا. ما كانش تجيب موظفين اسهل؟ مش عارف اعمل ده عشان انا لوحدي. اوكي. ما عنديش وقت اصلا انا ادور. يعني فاهم. يعني انا الايام دي انا متذكرها مش هنساها ابدا. انا كنت بقعد اغلف الاوردر وانا في وداني سماعات، بعمل كونفirmation للعملاء وانا بغلف الاوردرات، وبعد كده استقبل مكالمات المناديب. فما كنتش بنام حرفيا، ما بنامش. ويعني لما كان دخل معايا شريك في مره كنت تعبت خلاص مش قادر هقع منهم، فقال لي خش نام ساعتين. دخلت نام، سبتهم التليفون، صحوني من النوم: خد تليفونك. يبقى مش قادرين يتحملوا الضغط اللي كان موجود. فانا كنت مؤمن جدا ان انا لازم اصرف من مجهودي ووقتي كتير جدا. حلو. ولازم اتحمل كل الضغوطات دي. وبالفعل الحمد لله اشتغلنا، اكتسبت خبره كبيره جدا 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 في الفتره دي. لما حبيت ارتاح بقى شويه، بدات ان انا افك نفسي بموظفين بقى من ديليجيت. لما اتفكينا انا والشركاء، لما اتفكينا تقريبا 25 موظف. يعني عشان يغطوا اللي احنا كنا بنعمله، لان احنا كنا بنعمل مجهود فعلا مضاعف. طب اسالك سؤال، انت مش شايف كده انت اخترت شركه غلط؟ ليه؟ يعني انت دلوقتي جبت شركاء اشتغلوا معاك، مفيش اي حد فيهم كان دماغه ان هو طب ما نجيب موظفين؟ ما هو احنا ما كانش عندنا الوقت نعمل ده. احنا كنا بنجيب موظفين بس. أوكي. الفكره كلها فين؟ ان انت لسه شغلانه جديده. تمام. مفيش حد فاهم فيها، ما حدش فاهم حاجه. أوكي. فانت اللي بتجيبه بتعلمه.
فممكن يجي ويمشي. يعني احنا حتى الان عندنا ازمه في الجزء ده. احنا عندنا مثلا الاوبريشنز بيبقى فيها مجهود كتير، فيها عايز حد مايند سيت بتاعته كويس، هيدك جامد جدا. صح. فمثلا لو جيت حد في المخازن، عندنا مشكله في العماله في المخازن اصلا. مم. ومهما تعلي السالري بتاعه السالري برضو مفيش برضه يعني. مم. هو مايند سيت مش احسن حاجه، وقليل اللي عايز بالبلد ياكل عيش. مم. وبعد شهبندر بقى بعد شهبندر كان حصل دروب كده، فالشركه كل واحد قرر ان هو يخرج. خدت هدنه. سوري، انت دخلت الناس ايه بقى 30 30 30 مثلا ولا انت؟ لا، كان كل واحد على حسب اللي داخل بيه. يعني كان مثلا في حد داخل بالمجهود، بس كان داخل شريك بالمجهود. شريك بالمجهود، فكان واخد مثلا 10%. اوكي. في حد تاني كان داخل دافع مبلغ عشان نطور الشركه، اه. فخد حسب البرسنتج حاجة معينة. وقتها. بالظبط. مم. فكل واحد لما جه خرج خلاص، خرجنا بالمعروف وتمام، مش مشكله خالص. وكل واحد فيهم فتح جزء او حتى نافسني في الجزء، وما زلنا حتى الان نعرف بعض يعني. وانت قفلت شهبندر؟ فضلت مستمره شويه تمام، لكن كان عندي رؤيه تانية بقى. انا كنت شايف ان سوق الافيليت والدروب شيبينج هينزل، لان بدا الناس تدخل فيه بشكل كبير قوي. اوكي. ففين الجاب؟ فين المشكله؟ المشكله هتبقى في الاوبريشنز. فليه انا ابقى افضل استقبل الكم من المدخلات ده ما عنديش حاجه والضغط بالظبط كده اهو. لا وفي نفس الوقت مش هيبقى هو نفس الكوست، يعني مش نفس البروفيت. فقلت لا خلاص، انا هبدا ان انا عايز اعمل حاجه زي الفولفيلمنت، ان انا اشتغل ناس اوبريشن بس. اوكي. يعني انا مش هجيب تجار، انا مش هجيب مسوقين، ماليش دعوه بالكلام ده كله. انا بعمل لك اوبريشن، فانت تاجر ومسوق تعالى، تاجر والمسوق بتاعك تعالى. انا هعمل لك اللي في الارض فقط لا غير. فبقيت ان انا اشتغل على الموديول ده واحده واحده. ما كانش موجود حد بيعمل فولفيلمنت بالمعنى بتاع الفولفيلمنت في مصر بشكل كبير، غير مثلا هو حتى الان ما فيش غير 3-4 شركات موجودين في مصر. وشركات الشحن بدات ان هي تدخل في الجزء ده، لكن ده ليه ميزه وليه عيب. فبدات ان انا اشتغل في الجزء بتاع الفولفيلمنت برضو تحت اسم شهبندر. تمام. لكن كان الشغل هادي. بعد كده ربنا اكرمني اتجوزت، فكنت مهدي الدنيا خالص في الوقت ده. بعد كده دخلت شراكه مع حد صديق برضو، اللي هو انا كنت معاه لما قعدت معاه 6 شهور. دخلنا عملنا دمج مع بعض، اشتغلنا فتره. لم اكن موفق يعني في الشراكه. انفصلنا. كان الموضوع ساعتها يعني انفصال بخساره كبيره. وخلاص يعني خرجت من الشراكه. طبعا برضو قعدت شفت الدروس المستفاده. ايه بقى الدروس المستفاده؟ كان برضو غلط وقعت فيه تاني. اختيار الشريك ما كانش موفق. في نفس الوقت برضو كان عندي حاجات في الحسابات غلط، حسبتها انا غلط. كنت شايف كان الرؤيه بتاعتي الحسبه بتاعتها كانت غلط. كان عندي مشكله في التسعير، سببت لينا خساره. كان عندي مشكله ان الاوبريشنز ما كانتش احسن حاجه، فما كنتش عارف ادخل سيلز عشان خاطر الموضوع ما يضربش في وشنا وما الى ذلك. فده كلفنا كتير. كلفنا الكوست بتاع الايجارات والعماله وكل ده، فده كله كان بياخد من الماليات بتاعتنا. ما كانش فيه برضو ربط ما بيني وما بين الشريك، فانفصلنا خلاص. تمام. لان بقى يحصل مشاكل، فخلاص احنا ستوب لحد هنا وانفصلنا. فصلنا. فهديت شويه وقلت خلاص انا دلوقتي في عندي خساره قد كذا، فانا المفروض اعوضهم في خلال قد ايه. حلو. فقعدت جدولت الكلام ده، وقعدت ان انا حطيت تارجت قدامي ان انا عايز احقق الخساره دي في ان انا اوصل للصفر في خلال كنا تحت الصفر. اوكي. انا كنت بالسالب. يعني عشان كده كنت كتبت قبل كده ان الصفر اوقات كتير بيبقى نعمه. صح. عشان يعني فكره انك توصل للصفر دي نعمه، لان انا كنت بالسالب فعلا. فقلت ان انا عايز في خلال 6 شهور اوصل للصفر. حلو. وبعد كده افكر هعمل ايه. ده كان اهم حاجه بالنسبه لي. وفي نفس الوقت ما حدش يحس بحاجه، ما حدش يعرف ان في ازمه. حلو. هسالك سؤال، ال6 شهور دي حددتها بناء على ايه؟ يعني انت ليه قلت ان انا خلال 6 شهور مش خلال سنه، مش 3 شهور، مش شهر؟ عشان اعتقد بناء على المبلغ بتقع في مشكله ان هو انا عايز اوصل لده بكره. لا ما فيش الكلام ده، ما كانش ينفع. فازاي بقى بتحدد المده؟ انا كان عندي مسؤوليات. حلو. وعندي مصاريف الشغل بتاعي، وفي نفس الوقت عندي مدخلات. جميل. فقعدت حسبتها، انا اقدر اقتطع من الدخل اللي داخل لي ده قد ايه واصد بيه، وفي نفس الوقت ابقى ماشي مسؤولياتي وبيتي عادي. فلما قعدت حسبتها لقيت ان هي هتاخد 6 شهور. حلو. وانا حتى كنت دايما بدي بزياده، يعني 6 شهور دي كانت المينيمم، كان هو من 6 ل 8. بس ربنا كرم، وفي الشهر الخامس كنت خلاص يعني حلو جدا
بفضل الله سبحانه وتعالى كان حصل برضو بيحصل طفرات كده، فالطفرات دي كانت بتفرق معايا في الشغل بشكل كبير جدا. فخلاص ربنا اكرم وسديت اللي عليا، ارتحت بقى. حلو جدا. يعني قعدت كده مرتاح شويه، خدت حتى يعني هدنه كده اعرف افكر فيها، وقعدت افكر بقى في اللي جاي ابدا اعمل ايه. حلو جدا. في الوقت ده انا دايما الحمد لله ربنا من عليا فكره ان انا دايما بحب اذاكر تتعلم. انا لحد ما اموت يعني بفضل. انا قبل ما اجي لك كنت قاعد بذاكر. انا دايما عندي كده اللي هو ايه، مثلا عايز اذاكر مجال كذا فباخد كورسات ليه بقعد اذاكر فيه. فكان من ضمن الحاجات اللي انا قعدت ذاكرتها السبلاي تشين. قعدت بقى ذاكرت في الجزء بتاع السبلاي تشين، دخلت كذا كورس، خدت الشهادات بتاعته، وبقيت عمال اسمع كل شويه اللي بيتقال جوه واطبقه على الشغل بتاعنا. لقيت ان في حاجات كتير انا كنت بعملها بس مش فاهم مسماها، مش عارفه. في حاجات كتير ما كنتش اعرفها عرفتها. حلو. فمن ضمن الحاجات انا كان في الموضوع اللي هو الهوريزونتال انتجريشن. تعال نوضح شويه برضه السبلاي تشين ده اللي هو عشان برضه اللي هو سلاسل الامداد والتوريد. بمعنى يعني هو جواه ادارات، بيبقى فيه مثلا الوير هاوس مانجمنت، اداره المخازن، اداره المخزون، اداره الطلب، التنبؤ، بيدور البيزنس من جوه، المشتريات وما الى ذلك. يعني هو بيجيب المنتج، هو اللي بيدير المخزون الموجود ده، امتى نشتري تاني، امتى نخلي فيه سيفتي ستوك او مخزون امان، امتى نعمل ري اوردر او نعمل اوردر من المصنع، هنحط الحاجات دي في المخازن بتاعتنا بناء على ايه، سرعه الدوران ولا الحجم ولا في اكتر من حاجه. فالسبلاي تشين بتبقى ماسكه هي اللوجيستكس وكل الكلام ده، هي ماسكه الجزء ده كله. حلو جدا. فقعدت اذاكر، لقيت ان في حته اللي هي الهوريزونتال انتجريشن، ان انا اقدر اعتمد على اوت سورس في حاجات بعينها. فكان من اكتر الحاجات اللي تعباني المخازن، التخزين. فعملت اوت سورس للتخزين. جميل. رحت لشركه منافسه باي ذا واي، وصاحبها اللي هو كان شريكي في شعبط. فرحت قعدت معاه. ده هو طلع عمل من نفسه، هو خلاص هو عمل البيزنس. رحت قعدت معاه وقلت له انا محتاج ان انا هخزن عندك. حلو. فانا هخزن عندك باكس وانا بقيت ابيع بواي. جميل. فبقيت ماسك انا الجزء بتاع الكاستمر سيرفيس والحسابات، ده اللي انا ماسكه. ده الجزء الخاص بي انا، وبسوق للشركه عندي، وهو ماسك الجزء بتاع المخازن. انا باوت سورس الجزء ده. حلو جدا. فشال من عليا هسل كبير جدا جدا جدا. فبقيت مرتاح نفسيا ان انا اعرف اطور في الشركه عندي واعمل لها ريستراكشر، واظبط كل حاجه، واشوف اعمل الخطه بتاعتي انا هعمل ايه في خلال الفتره الجايه. بالفعل الدنيا بدات تبقى مستقره، بدا يبقى فيه شغل كويس. الربح ما كانش احسن حاجه طبعا، لان في حد تاني بيشاركك فيه اللي هو الاوت سورس بالظبط. فانا كنت كده عايز اشتغل فيرتيكال، انا عايز اعمل كل حاجه، لان انا كنت بعمل كل حاجه، ولكن ما كنتش عايز اشيل الهيدك ده دلوقتي. خلاص وصلت لمرحله من الاستقرار كويسه، بدات ان انا عايز اعمل فاليد، ان انا اعمل المخزن وابدا اشتغل واتحمل انا الهيدك ده تاني. ولكن في المقابل اللي بيحصل ان ده بيعظم الربحيه وبيعظم الكنترول بتاعك. صح. لان كده وانت بتاوت سورس خدمه، انت مش متاكد من الكواليتي ولا الكلام ده كله. بالظبط. صح. ومش بتكنترول 100%، مش متحكم في كل حاجه بتحصل 100%. صح. ففي حاجات بتفوت وفي حاجات بيحصل فيها اخطاء وانت مضطر توافق عليها. صح، لان انت اوت سورس. بالظبط كده. فلا في شكل معين وتخيل معين انا عايز اعمله. فالراجل ادى الواجب بتاعه بشكل محترم جدا، عايز ابدا اشتغل. لكن انا دايما واخد على فكره اللي هو ايه، انا بحب افاليد واحده واحده. جميل. فرحت خدت مخزن صغير. المخزن ده رحت فرشته وجهزت كل حاجه وخلصت كل حاجه، واخترت التوقيت اللي انا انقل فيه البضاعه كلها والشغل كله. وده كان في التوقيت بتاع العيد الكبير. حلو جدا. نقلت الحمد لله وبدات شغل. ده كان سنه كام؟ ده خلاص ده كان من قريب جدا. يعني الكلام ده كان سنه مثلا سنتين. سنه. حلو قوي. نقلت الشغل بتاعي، بقيت اشتغل، الشغل زاد بشكل اكبر. وكان محتاج مساحه اكبر، فاخدت حاجه تانية. وهنا بقى ربنا اكرمنا، خدنا هانجر كبير وفرشناه واشتغلنا عليه، وادينا مستمرين في تطوير الشركه. فهي الفيسز اللي احنا مرينا بيها دي كانت بتبني الشخصيه، بتبنيك اصلا وانت شغال ازاي، ممكن تتصرف ازاي. انا مثلا صح. تحملت ايجار المخزن عندي في الوقت ده الصغير ده شهرين. حلو. انا خدت المخزن لقيته فرصه، خدت الفرصه وتحملت شهرين ليه بقى؟ عشان اجهزه كويس جدا وافرش كل حاجه بشكل كويس جدا، فالنقل يبقى سهل. اوكي. فالنقل يبقى سهل بدون ولا حاجه. بالظبط. ليه؟ لان التكلفه اللي انا دفعتها دي وفرت عليا تكلفه تانية كانت هتبقى اكبر بكتير جدا. صح.
تكلفه سمعه. يعني مثلا النقل بتاعي لو ما تمش بسلاسه وفي وقت مش مظبوط وانا ما عرفتش اظبط نفسي فيه، فخلاص مع السلامه. 100%. فالناس هتبدا ان هي تتضايق وتمشي من عندي، فلا هيبقى الموضوع مش كويس. فلازم كنت انا اتحمل ده فتره التجهيز دي لما اجي انقل. لما جيت برضو اخد المكان الكبير تحملت الايجار بتاعه والتكلفه بتاعته كانت تكلفه عاليه. ليه؟ عشان خاطر لازم اجهزه، لان التجهيزات ده غير ده، التجهيزات هنا اكبر بكتير واعلى بكتير، فكانت تكلفه كبيره جدا. فتحملته برضو. بس ليه؟ عشان لما جيت نقلت العميل نفسه يشعر اقل شيء ان ما حصلش اي تغيير. صح. الخدمه زي ما هي. ده لو يعني ما حسش ان الموضوع بقى ايه، بقى افضل واحسن يعني. امتى حسيت ان انت احبطت او حسيت بالاحباط؟ كل يوم بتحبط؟ كل يوم بتضايق وبقى خلاص. يعني انا دايما في مقوله بقولها صراحه، انا بقول له انا عايز اروح والله كل يوم. بس ما فيش يعني احنا بشر من كتر الضغط فبتتعب، فبتبقى خلاص مش قادر. عارف انت بيبقى عندك احساس ان هو عايز ادخل الكهف بتاعي واقف على نفسي، مش عايز اخد مزرعه في سويسرا انا هم معزتين والمزرعه بس ما تقدرش. يعني هو يعني بيبقى احساس بالتعب، بس انت دايما عندك هدف عايز توصل له، فهو ده اللي بيدفعك للامام، بيخليك تفضل شغال عندك مسؤوليات، عندك حاجات كتير، زائد ان انت ما ينفعش تستسلم يعني. يعني ما ينفعش ان انا اقعد مكاني اقول لا خلاص انا مش هكمل. ماذا بعد؟ بالظبط. يعني انا ما عنديش رفاهيه الانهيار. انهارت ماشي، وبعدين بالظبط بعد ما انهارت بقى عملت ايه بقى؟ هتعمل ايه بقى؟ صح. خلاص يعني ايه الفكره؟ هتقوم تكمل صح؟ خلاص بقى مش عايزين صياح يعني كمل. حلو قوي يعني كمل كده. طيب انا او تعالى نتكلم عن فلافي. فول فلاي. حلو. فول فلاي بتعمل ايه؟ اي شخص عنده برودكت معين، هي بتاخد منه البرودكت توديه للكونسيومر وبعدين تديله فلوس. احنا بنعمل كل حاجه. يعني هو العميل باختصار شديد جدا بيجيب المنتج. انا محمد وبيسوق عليه. عايز ابيع الكوبايه دي. بتجيب المنتج وانت تسوق عليه. انت بتعمل ماركتنج. انت بتعمل ماركتنج. وانت بتجيب البرودكت. حلو. انا بعمل لك كل السيرفيس اللي وراه. يعني اول ما الاوردر يتطلب كل حاجه قبل الاوردر ما يتطلب. انت بتجيب المنتج انا بخزنه لك. بتخزنه اول حاجه. بيتحط في الراكات والشيلفز بتاعته، بيشتغل بيبقى موجود جاهز ان احنا نشتغل عليه. حلو. بيكون متكريت على السيستم عندنا. السيستم بترفع الاوردرات، بيجي خدمه العملاء عندي كونفirmation، يبدا ان هو يكونفيرم على العميل الطلب ويبعت له على الواتساب. العميل خلاص عمل كونفirmation، احنا بنبدا بعد كده يدي اوردر للمخزن ان هو يبدا يغلف ويجهز الحاجه دي تطلع لشركه الشحن. شركه الشحن بتيجي تاخد المنتج، بنسلم شركه الشحن المنتج، بيبقى كده. مش انت اللي بتشحن؟ لا. ما انا هقول لك الميزه والعيب في الجزء ده. شركه الشحن بتيجي بعد كده تاخد المنتج، بيبدا بعد كده تيم الفولو اب بيبدا ان هو يفولو اب على الشحنات اللي تسلم، تبدا الحسابات بعد كده تفولو اب على اللي متسلم عشان تجيب فلوسه، تبدا تدي الفلوس بتاعته للناس. لو جايب الحاجه ده انا هموت. ده في سايكل تانية، في سايكل كتيره، احنا لسه في مرتجعات. انا تعبت لحد دلوقتي. لا. وانا بسمع بس. ده احنا كده بس ده الجزء بتاع الايه، ده البيست سيناريو. اوكي. البيست سيناريو. البيست سيناريو ان كل حاجه تبقى ماشيه تمام. اوكي. وطبعا مش كل حاجه مش تمام. ما بيمشيش تمام. يعني هو الكويس ان البضاعه بتيجي تتغلف في مكان، تحط في مكانها مفيش اخطاء، العمال ما عملوش مشكله، فالجرد تمام، فكل حاجه تمام. واحنا عاملين اس او بيز للموضوع، اللي هي ستاندرد اوبريتنج بروسيجرز او اجراءات قياسيه تشغيليه، عشان الناس تبقى فاهمه الشغل عامل ازاي. بنبدا نشتغل عليه، يبداوا ان هم يبقى الموضوع جاهز على السيستم، تسعيره جاهز، كل حاجه جاهزه. العميل رفع الاوردرات مظبوطه، ما حصلش فيها مشكله او مشكله في التسعير خلتنا نكنسل الاوردرات ونرفعها من تاني او نعدل عليها كلها. خلاص عملنا كونفirmation، خلاص طلعنا الشغل مظبوط وما فيهوش اي مشاكل، راح لشركه الشحن. يعني رحلتي ده لسه تعبت. لسه في المرتجعات. يعني رحله الاستلام المرتجعات والفولو اب اصلا مع العميل يقول لك انا مسافر فحول لي العنوان. يجي المندوب ما اتصل بالعميل بس ما راحش، اتصل بالعميل بس العميل تليفونه مقفول. يعني موال حاجات كبيره جدا. وتبدا بقى تشوف كل جزء. انت جيت الناس اللي شغاله معاك كونفirmation، انت جيت الناس اللي شغاله معاك فولو اب، انت جيت الناس اللي شغاله معاك في المخزن، وكل واحد الكواليتي بتاعته عامله ازاي. ف يعني حصل كبير جدا. طب انت شايف السوق ده في مصر رايح لفين؟ السوق ده كبير في مصر جدا. لسه السوق ده لسه ما بداش. يعني لسه اصلا ما بداش. لا لسه السوق ده كبير قوي. ليه بقى؟ احنا عندنا كونسبت في مصر يقول لك ما اعملها انا. صح. بس الفكره ان البيزنس بتاعه ما بقاش سكالبل. يعني هو ما بيقدرش يكبر. ليه بقى؟ عشان بيبدا يتعامل مع معطيات كتيره جدا ومشاكل كتيره جدا، فما بيقدرش يركز في الجانب الاساسي بتاعه اللي هو ايه؟ اختيار المنتج والتسويق. صح. ما بيعرفش يعمل ده. فبيجي لي عشان اشيل انا من عليه الهسل، وانا اشيل كل بقى المشاكل دي واكتر في الجزء ده. حلو.
فلسه الناس ما عندهاش الكونسبت ده. يقول لك يعني الناس للاسف بيدفع في الاعلانات، يعني تلاقيه بيدفع في الاعلانات مبلغ كبير جدا، فهو في كل اوردر بيجي مثلا من ميتا او بيجي من اي بلاتفورم بيدفع عليه، صح. سواء الاوردر اتسلم او ما ما اتسلمش، تسلمش. اتاكد او ما اتاكدش، يجي لحد العبد لله الغلبان ويفاصل معاك. انا اللي شاري البيزنس، يعني انا لو كبرت دماغي وما طورتش، انا دايما بيجي لي اي عميل بقول له بص هي وين وين، وانا لو ما كسبتش مش هكسبك. ليه؟ لان هيحصل عندي اخطاء وهيبقى عندي الكواليتي رديئه وعندي مشاكل، فمش هعرف ادي لك الخدمه. فهيعود عليك بالسلب اصلا. بالظبط. فبقول له احنا كلنا هنلوز، لكن الفكره ان انت لازم تكسب وانا اكسب، وعلى حسبها يعني اعملها انت بنفسك. شوف انت اشتريت مجهود ووقت بقد ايه، صح. انت تفوكس او تركز في المنتج بتاعك وفي التسويق عندك. وفي ناس كتير يقول لك اما اعملها انا، يطلع يعملها هو يخيش يرجع لنا تاني. حلو قوي يعني. طب ايه اللي ممكن ينجح اي بزنس من وجهة نظرك؟ مش شرط برضو البيزنس اللي انت شغال فيه. لا هو يعني في حاجات كتير، الفكره يعني حسب البيزنس ده ايه. يعني مثلا البيزنس ده صناعه، البيزنس ده بيزنس هو قائم دلوقتي شغال، ايه اللي ممكن يخليه ينجح او يكبر؟ الاستراكشر، ان انا احط استراكشر مظبوطه، يبقى عندي بلان، عندي رؤيه واضحه، انا عارف انا رايح فين وجاي منين. حلو. حساباتي ثم حساباتي ثم حساباتي، دي الكاش فلو بتاعتك دي حاجه مهمه جدا تبقى انت فاهمها، عارف امكانياتك. وفكر بقى عارف امكانياتك دي من اهم الحاجات. ليه؟ لو انت رفعت سقف التوقع اعلى من امكانياتك هيقع عليك بشكل كبير جدا، ولو ما استغلتش امكانياتك كلها فانت هتخسر. فلازم تحترم امكانياتك. حلو جدا. يعني دي حاجه مهمه جدا، احترم الامكانيات اللي عندك. ودايما يبقى عندك انت بتقول للعميل بتقدم له اعلى من اللي انت بتقوله له. حلو جدا. يعني مبقاش فيه اوفر بروميس، ما اقولش ده انا هعمل لك وهسوي لك وهجيب لك وهروح وهاجي. العميل بيحصل معاه ايه؟ بيتوقع حاجه جامده جدا جدا، وبيجي يشوف اللي وصل له مش كل ده، يتصدم. فيبدا يثور عليك. لكن النهارده والله انا اللي اقدر اقدم 1 2 3 4. طيب انا اقدر اقدم 5 و6 و7، بس انا بقدم 1 2 4، ده اللي انا هقدر ادولك بكواليتي كويسه قوي. طب انا وانا شغال اديتك 5 و6 و7، فانت هتنبسط جدا، هتنبسط جدا جدا. فاصبح ان انا عملت ايه؟ انا اديت اللي عليا ووفيت باللي انا قلته، اديتك اكتر كمان. فالعميل هيفضل مبسوط جدا وهيجيب لك حد تاني وثالث ورابع. لكن فكره ان انا اقول ايه، لا ده احنا ما فيش مننا 2 على الارض، دي مصيبه. ودي للاسف آفة موجوده في السوق بشكل كبير جدا. فكره الكذب على العميل وهو فاكر ان هو كده هيبيع لما يكذب، دي مصيبه. ليه؟ انت خسرت العميل وخسرت اللي وراه، صح، وخسرت سمعتك، والعميل بيجيب ناس. بالظبط. لا وخسرت سمعتك. يعني انت النهارده انا اقدر اعمل لك 1 2 3، ويجي العميل ما يلاقيش حتى لا الاثنين ولا الثلاثه ولا الواحد. فايه اللي بيحصل؟ تحصل مشكله، صح. فحصلت مشكله، فالعميل ده هيجي يقول لفلان وفلان وفلان وفلان، فالموضوع هينتشر في السوق. ففي عملاء كانت بتفكر تجي لك مش هتجي لك، صح 100%. ففكره الكذب في التسويق او كذب في التسويق الخدمه بتاعتك في اللي انت بتقدمه، ده بيخسرك بشكل كبير جدا. لكن الوضوح والصراحه بيبقى افضل حاجه، حتى لو اللي هتقدمه مش كبير بس انت واضح. بالظبط، انا هقدم ده بالظبط. حلو قوي، وهقدمه لك كويس. يعني هقدمه لك بشكل انت هتبقى مبسوط منه، وهي يعني هيجيب لك هيعود عليك بالنفع 100%. فانا النهارده لو انا ما عملتش الكلام ده، اللي هيحصل هيفضل في مشاكل، عمال اطفي في حرايق، صح، فما ينفعش. لازم تبقى انت دايما يعني مدي للعميل اللي انت تعرف تقدمه بمنتهى الوضوح. حلو قوي. طيب هل شايف الداتا اناليسيز مهم في الدومين ده او في البيزنس ده؟ طبعا. بص البيزنس عامه هو ارقام، صح. احنا عندنا مثلا انا في الاوبريشن، انا يعني هقول لك حاجه حصري، انا دلوقتي بعمل كتاب في الجزء بتاع الاوبريشنز. حلو جدا. والخاص بالاي كوميرس. احنا ليه بقول لك السوق لسه ما جاش في الحته بتاعت الاي كوميرس؟ لان الناس ما بقتش، يعني الناس لسه ما عرفتش اهميه الارقام. اوكي. في البيزنس بتاع الاي كوميرس فبيخشوها كده وخلاص. بالظبط. هو فاكر ان هو هيدخل يجيب البرودكت، يعمل عليه اعلان، يوصل، شكرا. فهو مش عارف ان 1% او 2% تسليمات زياده او ناقص ممكن يخسروه. صح. هو مش عارف ان في منتج ممكن يكون شغال ونسبه تسليماته كويسه بس بيخسره، فبياكل من ربحيه منتج تاني. فاوفر اول هو ما بيكسبش كويس. لكن لو وقف المنتج ده هيكسب كويس جدا جدا من المنتج ده ليه؟ عشان هو ما حللش البيانات بتاعته والارقام بتاعته. ففي عندنا مشكله في الجزء ده. هو مش عارف
يبدا يوزع الاوردرز بتاعته مثلا او الفوليوم بتاعه على كام شركه شحن بناء على ايه. هو اعمى، هو مش شايف حاجه. ليه؟ عشان هو مش شايف ارقام، ما حللش ارقام. انا مثلا احنا عندنا في الشركه بنعمل ايه، بقوم جاي مقسم الاوردرز بتاعتي على اكتر من شركه. جميل. طب هو كده بالحب؟ لا، اكيد بيزد على كل شركه ليها اداء كويس في محافظه معينه بناء على الارقام اللي جات لي اصلا والهيستوريكال داتا اللي موجوده عندي. فبدات ان انا اشوف ايه الارقام، والله لا دي كويسه، نسب سلامتها مثلا في المحافظه دي والمحافظه دي، لكن في الباقي مش احسن حاجه، فخلاص انا هطلع لها دول بس. فانا هاخد ال افضل اداء ممكن من الشركه في المحافظتين دول، فاوفر اول هيجي لي احسن اداء واقل مشاكل. طب ده جه منين؟ من الاناليسيس. انا عملت تحليل للارقام. مثلا حاجه من الحاجات. انت اللي بتعمل ده ولا حد عندك بيعمل كده؟ لا دلوقتي انا بعمله. اوكي. انا بعمل ده متعتي. انا ما بحبش اتحرم منها. لا انا بحب الموضوع ده جدا. مثلا ما فيش حد بيعمل فوركاست، قليل، مش كتير في مصر بيعملوا، او في الاي كوميرس بيعملوا فوركاستنج. ولسه المصطلح يعني بقى له 2-3 كده ان شاء الله ربنا يكرمنا بدا يشتغلوا، بس يعملوا فوركاستنج على ايه؟ على مستوى التسويق. طب فين يا عم مستوى الاوبريشن؟ مفيش. على مستوى التشغيل انت لازم تعمل فوركاست بشكل كبير جدا. ليه؟ عشان السيلز اللي هتجيلي مين هيشتغل عليها؟ صح. عمال. صح. فلازم يكون عندك كل واحد بقى لازم حضرتك تبقى عارف الكباسيتي بتاعته قد ايه. صح. فعشان تبقى عارف عندك كام عامل هتطور الكباسيتي دي وتعليها في خلال قد ايه. صح. فالناس دي هتغطي الكباسيتي. طب انت النهارده عندك مثلا سيزون داخل عليه، فالسيزون ده بناء برضو على الهيستوريكال داتا بتاعتك السيزون اللي فات واللي قبل بالظبط عمل طفره معاك مثلا 1.4 1.5، فاصبح ان انت كان بيخش لك مثلا في الشهر 10000 اوردر بقوا 15، فانت عندك 5000 اوردر زياده. الناس الموجوده دي هتشيلهم؟ لا مش هتشيلهم. طب انا المفروض بحضر للكلام ده قبل السيزون مثلا، فاللي هيشيلهم ان انا ازود قد كذا. طيب قول لي ايه صفات الداتا اناليست الشاطر اللي بتحس ان هو ممكن يفيد اي بزنس؟ ان هو يكون مركز في التفاصيل. تفاصيل ارقام. يعني احنا في البيزنس بتاعنا في تفاصيل كتير جدا. فممكن رقم غلط يعني يبوظ كل حاجه، يودي البيزنس كله في داهيه. يعني انا النهارده هو لو بيحلل لي رقم في محافظه معينه صح وقال لي الرقم ده غلط، وانا بيزد على الرقم اللي هو اداهولي ده انا خدت قرار صح خلاص مع السلامه. صح. انا بالظبط. لا حتى لو هرجع فيه ما انا خسرت. خسرت. ففكره ان هو يركز في التفاصيل. طبعا في مواصفات بقى ان جنرال، ان هو يبقى المايند سيت بتاعته كويسه، الاتيتيود، البيهيفير، كل الكلام ده، الحاجات الجميله اللي احنا بنفتقدها دي. عندنا مشكله كبيره جدا في الحته دي والله. الكوميونيكيشن. مش بس كده، يعني فكره برضو الناس بقى الموضوع عندها صعب. الموظف او مش الانسان عامه يعني بقى بيميل للسرعه في كل حاجه. هو عايز يعمل كل حاجه بسرعه جدا ومش عايز يديها وقتها. فبالتالي اللي بيحصل ايه؟ ان اللي بيطلع كروته في كل حاجه. هو عايز يطلع اسرع، هو عايز يطلع بسرعه جدا. طب ما هو كل حاجه اتخلقت ليها وقت. والناس سبحان الله الوقت اللي فيه اصلا هو وقت السرعه. هو برضه الناس معذورين شويه يعني. هو كل تمام حاجه بتجري، بس لازم تدرك ده. صح. لازم تدرك ان انت هتاخد وقت عشان تتعلم. طبعا. فانا اكيد مش هفتح النهارده مجال معين وهبقى بكره اكسبرت. مش هبقى بكره خلاص انا بقيت سينيور وهاخد مرتبات السينيور، وبعده بقيت خلاص انا وصلت بقى للثراء الفاحش. عشان كده سالتك في الاول انت حددت ال6 شهور بناء على ايه؟ لان في ناس فعلا انا عايز بكره، انا عايز اسبوع، انا عايز شهر. ما مش هيوصل لحاجه. صح. يعني مش هيوصل لحاجه. لازم يكون منطقي في الجزء ده طبعا. مش هيوصل لحاجه. وفكره برضو الاستحقاقيه، في فرق ما بين ان انا بطالب بحقي وان انا عندي استحقاقيه لحاجه مش من حقي. اوكي. دي حاجه مهمه جدا. اطالب بحقي وفقا لامكانياتي مش وفقا لامكانيات غيري. دي حاجه مهمه مش موجوده، ويعني الناس بتفتقدها. صح جدا. يعني انا النهارده امكانياتي انا بتقول ان انا حقي كذا، هنقولها بشكل اشد شويه، سعري كام في السوق. احنا كلنا لينا اسعار. صح. سعرك كام في السوق. صح. سعرك اللي بيحدده ايه؟ مهاراتك، بتعرف تعمله كويس. بالظبط. الشغل بتاعك اللي انت بتعرف تعمله. انا كبزنس بتكلم بقى، انت عايز حقك، انت عايز فلوس، انت بتدور على فلوس، انا كمان بدور على فلوس. صح. طيب اديك فلوس ليه؟ عشان لازم تجيب لي فلوس. هنتكلم بزنس بقى. بالظبط. صح كده. خلي فلوس عشان اديك فلوس. فحضرتك هتديني، انا هديلك اكس عشان انا حاسب ان انا المفروض اخد من وراك 3 اكس. صح. اوكي. طب انت النهارده انا اديتك اكس وما خدتش من وراك اكس حتى، فليه خليك عندي في الشغل؟ ليه اصلا هديك؟ يعني خلاص انت مالكش لازمه. ففي فرق ما بين ان انا طالب بحقي وفقا لامكانياتي مش امكانيات غيري، مش اللي انا شايفه عند غيري. دي مشكله عند الشباب الصغير. يعني هو شايف ان فلان اللي في نفس شغلتي بياخد كذا،
فانا كمان لازم اخد كذا. صح. لا طب ما انت مش زي أنت فين فلان، وهو فين. يعني انت مش زي فلان. مم. انت اكيد في بينكم اختلافات، صح. ممكن بعد كده تبقى اشطر من فلان ممكن، بس مش دلوقتي. الاجتهاد والشغل. انا لازم اطالب بحقي وفقا لامكانياتي، وما يبقاش عندي استحقاقيه لحاجه مش من حقي. مم. دي حاجه مشكله جدا، مم. مشكله كبيره جدا. مم. فكره بقى التواضع في الشغل يعني شويه، يعني بيقول لك يعني من ضمن الحاجات يقول لك جين زي ما بيحبش ان هو يدس على انت وشه. شايل كتير قوي. بص انت شايل انا كتير كنت قوي. هناك، يعني انا كنت وانا صغير ما برضو كنت متمرد آه. وعندي مشاكل وبتاع. ايوه جين زي. فهو جين زي ما شاء الله هو يعني هو متمرد على طول. آه. الجيل ده عنده فرصة عظيمة جدا، بس هو بيفتقد لحاجات كتير جدا. مم. منها الأخلاقيات. مم. الأخلاقيات في عندهم مشكلة كبيرة جدا في موضوع الأخلاقيات ده. مم. هو ليه هو برضو معذور، يعني أنا ما بلومش الناس دي أو بتهمهم، بس هو معذور ليه؟ إن هو غاب عنه القدوة. مم. فهو بقى القدوة بتاعه أي حد معاه فلوس. بالظبط. أي حد معاه فلوس. صح. فأي حد معاه فلوس دي، طب ما أنت مش عارف هو عملها إزاي. عملها ازاي. فهو بدأ يشوف الموضوع من الصورة الخارجية، ما بيشوفش الكواليس. مم. فهو ده بقى القدوة بتاعه. والنجاح مش دايما فلوس، يعني مش اي حد معاه فلوس ناجح. انا ببقى شايف ان اي حد راضي ناجح. صح. يعني انت رضيت باللي انت فيه، رضيت أو بيحب بمستواك، انت الحاجة اللي هو تمام، عاملها. انت مبسوط بهنا. مم. انت يعني في ناس عايشه في مستوى هو مبسوط بيه مم. وراضي جدا وحياته ماشيه تمام وبيطور نفسه واحده واحده، هو راضي، صح كده؟ اه ده صح. ناجح، 100%. ده راجل ناجح خلاص. موظف، في حد راضي ان هو موظف، مش انتربرنور، ومش مش حد بيزنس مان قد كذا، مش حد، هو راضي جدا باللي هو فيه، فهو ناجح. صح. خلاص الموضوع انتهى. لكن الناس واخده فكره النجاح بشكل غلط، اللي هو انا لازم يكون معايا فلوس. طب ما انت نجحت انت بقى معاك فلوس، بس ممكن تفشل في حاجات كتير جدا. صح. انت ممكن تبقى نجحت انت معاك فلوس، بس انت فشلت في ان انت تبقى اخلاقيا منحدر. صح. دينيا مش موجود. نجحت ان انت يبقى معاك فلوس، بس نجحت ان انت او فشلت ان تبقى عندك شخصيه. صح. ففي حاجات كتير جدا موجوده لازم تخلي بالك منها، وتعرف ان يعني ده مش هيدوم. يعني مفيش حاجه انت النهارده عملت فلوس ماشي، بكرة فين عندك العقليه فلوس. اللي هتحافظ على الفلوس دي بقى؟ صح. يعني العقليه اللي هتستمر. طب انت النهارده طلعت الجبل، طلعت اعلى نقطه، فين بقى العقليه اللي هتستمر انك تفضل في اعلى في نقطة. اعلى نقطه؟ مم. بس بالظبط، يعني الاستمراريه دايما اصعب من الوصول صح. بكتير. صح. الناس يقول لك انا وصلت، طب ماشي وبعد ما بعدين وصلت. صح. استمر بقى. مم. عشان تستمر على نفس الموضوع، لا صعبه جدا. مم. فدي كلها حاجات مفتقده. مم. هقول حاجه والله ممكن اتهاجم عليها يعني، بس احنا من ساعه ما بقى الموضوع ده بيشتغل معايا مش عندي، مم. وبقى موضوع بيشتغل عندي، دي حساسيه كبيره قوي. ليه يا عم؟ انا بشتغل عند الناس عادي، مم. ما انا بشتغل عند فلان، دي شركته، فانا انا موظف بشتغل عنده مم. في الشركه، مش معاه عشان مش شريكه. صح. اوكي، وانا مش شايف ان فيها مشكله. ف ايه المشكله لما اقول ان انا كنت موظف بقول انا شغال عند كذا. مم. ف او شغال في الشركه دي، مش لازم عندي يعني، بس شغال في دي. طب عند أبقى او فيها. في دي، ايه المشكله؟ انا صح. موظف يا عم. صح. هو انا بعمل ايه؟ بعمل حاجه حرام؟ بعمل حاجه عيب؟ انا شغال عادي موظف، دي لا تقلل مني ولا تحقر من شأن شيء صح. اصلا. 100%. لكن انا شغال مع فلان ماشي تمام، يعني ما فرقتش، انت برضه موظف بالظبط. يعني، انت موظف برضه يعني، ستيل موظف، انت ما بقتش صاحب خلاص، ما بقتش هو فهو في مشكله كده اللي هو ايه، فكره ان احنا بنتعالى قوي على الشغل، بنتعالى قوي على اللي ممكن ان احنا او اللي المفروض ان احنا نعمله. بنتعالى على الصبر. يعني دايما بنصح اي حد اصبر. يعني انت لا، يعني انت صبرت او ما صبرتش فالايام هتعدي. صح. فانت لازم تصبر وتجتهد، ويعني تضغط على نفسك عشان تعمل حاجه كويسه. غير كده يعني هتفضل تتنطط. صح. صح. هم ما بيقتنعوش بالكلام ده للاسف. يعني بقول لهم حاجه، انا عشان كنت قبليهم في الحته دي، انت هتوصل لسن بعد كده هتندم على كل الكلام ده. يعني هيندم فعلا. يعني هو لما مثلا حد هو متمرد ومش قابل اي حاجه ومش عايز يصبر ومش عايز يتعلم وما استغلش العشرينات، ودي فتره يعني اهم فتره، يعني اهم فتره لازم. يعني انت الفتره دي لو ما اشتغلتش فيها وصبرت وبنيت نفسك، خلاص توصل للثلاثينات في ايه بقى؟ يعني تقعد بقى مع نفسك كده، يعني توصل للثلاثينات دي بتوصل برضو لمرحله من النضج، تبدا فيها تفكر انا وصلت لفين وعملت ايه، وتقيم وضعك. صح. انت وصلت تقريبا لقمه الهرم، فانا فين بقى؟ قمه الهرم العمر. طب انا بقى طول ال30 سنه دول عملت ايه؟ بحاول الحق نفسي في الثلاثينات لحد ال40، لان انت كده كده انسان طاقتك بتقل. 100%. فبيبقى فيه انت ده يعني ده الطبيعي يعني، لحد ما توصل يعني تكبر في السن تموت، خلاص مع السلامه. دي دوره حياه طبيعيه. فانا هاجي اوصل بعد كده للثلاثينات،
هلاقي نفسي ضيعت 10 سنين. 10 سنين لو قعدت حسبت في ال10 سنين دول انا كان ممكن اوصل لايه او اعمل ايه او احقق ايه فيهم، هندم ال10 سنين الجايين من عمري. تتحسر. يعني هندم على كل القرارات اللي انا خدتها، وخصوصا لو هي قرارات متهوره وكلها تمرد وعدم صبر. طب انا بقى اصلا دي بقت شخصيتي، فخلاص بقى صباح فهاجي عند الثلاثينات هتبقى كل حاجه عليا صعبه. هتبقى كل حاجه صعبه حرفيا. وهتلاقي نماذج قليله جدا اللي عدت من الكلام ده وربنا اراد ان هو حالهم يتبدل في الثلاثينات ويبداوا ينجحوا. لكن فكره العشرينات لما تيجي انت من العشرينات لحد الثلاثينات ما عملتش اي حاجه، متمرد دايما ومضيع وقتك وفي كل حاجه، طب هي دي المرحله اللي انت بتبني فيها شخصيتك. مرحله لازم تنفست فيها في نفسك طبعا اكتر حاجه. لو ما عملش ده خلاص مع السلامه. وفكره التواضع بقى لازم تكون متواضع، يعني من تواضع لله رفعه. صح. يعني انت تتواضع كده ربنا يرفع شأنك، تتواضع ربنا يرفع شأنك. لازم تكون متواضع شويه. الحياه فيها كتير، في ناس مش كويسه وفي ناس كويسه، بس صح. في الاول في الاخر دي حياه. صح. انت مش ملاك وهو مش ملاك، فلازم تتعلم تستقبل التجارب دي وتبقى عارف ان مش بكره الصبح هبقى انا ملياردير اندرو تيت ولا هبقى كريستيانو. ما اكيد لا. يعني حتى كريستيانو مثلا، هم مثلا واخدين كريستيانو قدوه. بقى شايف ان هو قدوه، بس خلينا نشوف ان كريستيانو قدوه. هو النهارده وصل للكلام ده بعد كام سنه؟ يا نهار ابيض. يعني كريستيانو النهارده عنده 40 تقريبا. هو بدأ من هو عنده كام سنه؟ من بدري قوي. كام سنه دول بقى؟ صغير خالص. حاجه و20 حاجه 30 سنه. لا 30 سنه مثلا. يعني الراجل شغال 30 سنه. هو بدأ من بدري قوي. يعني هو لو بدأ من 10 سنين بيلعب كوره مثلا 20 سنه وبيلعب، احنا بيلعب كوره عشان يوصل النهارده اللي هو فيه بعد كام سنه؟ 30 سنه. 30 سنه من العمل الشاق والانضباط والحزم والمثابره ويقع ويقوم. ده طبيعي 30 سنه. فانت النهارده جيت بصيت وقلت هو ده القدوه بتاعي. طيب يعني انت ما خدتش من القدوه غير اللي هو بيعمله النهارده. صح. ما بصش هو ما هو اقتضيتش وصل بأي حاجة ازاي. لو بصيت لاي حد ناجح في حياته، مفيش حد صحي من النوم بقى ناجح او وصل لهدفه. طبعا 100%. وانما هتلاقيك كل الناس اللي وصلت لاهدافها كان الطريق مليان شوك ومليان حفر ومليان مصاعب ومشاكل. وهنا بنتكلم عن الناس الحقيقيه. يعني ايه الناس الحقيقيه؟ اللي هي بدات من السالب ومن الصفر. جت من الصفر من تحت، مش من الصفر السادس. عشان بس نبقى متفقين مع بعض. في ناس بدات من الصفر السادس والسابع، وفي ناس، وده مش عيب على فكره. وانا ما بقاش ان واحد ابوه انا النهارده لو مرتاح وابني طالع فهساعده. ليه اخليه يشقى ويتبهدل؟ بس هبقى محافظ عليه. لكن في ناس فعلا بدات من الصفر بدا شيال وبدا عامل وبدا والنهارده طلع وبقى من اغنى الناس. الحاج محمود العربي الله يرحمه كان بيحكي قصته. كان راجل فرش في المسكي. فالناس دي وصلت اللي هي فيه النهارده ازاي؟ وصلت للراحه اللي هي وصلت لها او للهدف بتاعها ازاي؟ بتعب وشقه واجتهاد في الاول والاخر طبعا كله توفيق عند ربنا. صح طبعا 100%. والرزق واحد. يعني برضو في مفهوم خاطئ عند الناس يقول لك انت كل ما تشتغل اكتر كل ما ترزق اكتر. ده غلط. ده مش صح. بس ده ما يعكسش ان انت ما تشتغلش فرزقك هيجي. هنا بقى المفهوم بيقول ايه بقى؟ احنا بنسعى عشان الاجر. صح. انا عشان مأمور بالسعي. فانا بنفذ امر ربنا سبحانه وتعالى فعشان اؤجر عليه. تمام كده. لكن الرزق واحد كده هيجي. خلاص كده. فعشان كده بقول لك ايه دايما اللي هو السعي لا يعني حتميه الوصول. خلاص. ما انت فعلا ممكن توصلش. ليه؟ انا ما فيش مره سعيت في حاجه وما وصلتش لحاجه في النهايه الا لما لقيت في حاجه تانية. يعني انا مثلا طالع عماره، انا كنت قاصد الدور الرابع، خبطت ما حدش فتح، وانا نازل الدور الثالث فتح باب تاني. فحتى لو اللي انت مش مخطط له انت كده يعني ربنا كاتب لك انت كده هتاخد رزقك ويمكن كمان يعني احسن وازيد. طبعا. ليه بقى؟ لان عند ربنا اللي عند ربنا احسن طبعا. هو دايما احسن. صح. فخططك لنفسك مش دايما كويسه خالص. لكن خطط ربنا ليك سبحانه وتعالى ربنا اللي كاتبه لك افضل ليك، لان ربنا سبحانه وتعالى اعلم بيك من نفسك 100%. ففكره برضو النقمه ان هو يبقى ناقم على اي حال هو فيه، على اي وضع هو فيه، فما خليك ناقم. يعني ماذا بعد بالظبط؟ برضو انت في نفس الوضع. فالاجتهاد والسعي دي حاجه احنا مأمورين بيها بنعملها عشان خاطر الاجر، وفي نفس الوقت بتريحنا. حلو قوي. طيب عايزك تقول لي ايه البيزنس او الشركات اللي بتشوفها بتمزجك؟ يعني تشوف شركه كده تقول الله الشركه دي حلوه قوي جامده قوي، مش شرط يبقى اسم ولكن بروسيس معين، حاجه معينه. اي شركه فيها نظام.
اي شركه فيها واجتهاد واي شركه يعني بتتطور. معنى ان الشركه بتتطور وبتقدم خدمات عندها احسن، ستراكشر وعندها بلان كويس. اي شركه بتعمل الكلام ده بيبقى جميل جدا، واي شركه بيبقى فيها اخلاقيات يعني. فاي شركه عشان تنجح انت شايف انها بالنسبه لك تبقى عندها ستراكشر؟ طبعا. طب هنجح ازاي؟ صح. ما انا عايز ابني عماره، هبنيها ازاي؟ لازم امشي في اساس. ما انا لو اي عماره بتقع مثلا النهارده يقول لك عيب في ايه، انشاء هندسي ومش عارف ايه، ليه؟ هو اللي بناها غلط. فانت النهارده بنيت الاستراكشر غلط. واوقات كتير بقى تكلفه اعاده الهيكله اكبر بكتير من تكلفه الاساس السليم. صح. يعني دايما بقول للناس جمله: كلام الكتب يا جماعه مش كلام نظري. مش كلام نظري، لا، لانه اسمه علم، والعلم تجريبي. انا النهارده الكلام اللي اتكتب في الكتب ده اتجرب واتعمل مليون مره، فادى الى نفس النتيجه، فاصبح علم. صح. مكتوب. طب هو ليه لما حد بيجي يطبقه ما بينجحش؟ تعالى انا اقول لك بقى. عشان حضرتك بتيجي تاخد الحاجه من بلدها وتطبقها في بلدك، ومش نفس كل حاجه طبعا. بلدنا انت ما بتعملش لوكاليزيشن، توطين للفكره على حسب البلد اللي فيها. بس انت النهارده مثلا واخد فكره من امريكا، عايز تطبقها هنا. مجتمع مختلف، قوة شرائية مختلفة، ستراكشر مختلفة، كل حاجة مختلفة، وجاي تطبقها هي بحذافيرها هنا في مصر. مش منطقي. ضربت في وشك، تقعد تعيط وليه؟ بص يا عم، ده كلام الكتب، ده احنا هنشتغل على الارض. يا حبيبي ما هو الشغل على الارض ده بيتكتب في الكتب. صح. انما انت ما جبتش، خدت الفكرة وخدت العلم ده، عملت له توطين على الظروف المحيطة بيه، هيأت الظروف عشان تبدأ تشتغل، او هيأته هو للظروف. فالكلام بتاع الكتب لا، مش كلام نظري بس. صح 100%. طب تنصح بايه اي حد عايز يفتح بيزنس؟ ده موضوع. والله انا بنصح اول حاجه اعرف بس البيزنس بتاعك دوت حلال ولا حرام. دي حاجه مهمه جدا. اي حاجه هتبنيها حلال ولا حرام، لان انت بيبقى في ناس بتيجي بعد ما بيكسب فلوس كتير يلاقي ايه ده في فلوسه فيها شبهه، او فلوسه اصلا كانت مبنيه على حرام، فقرار الهدم بيبقى صعب قوي. يعني انا هضيع كل ده بعد ما وصلت عشان خاطر ده؟ الله غفور رحيم. دي مشكله. لكن في البدايه خالص لو انت عارف ان ده حرام فخلاص كان فط، انت لسه ما عملتش حاجه، انت لسه سراب، ما عملتش حاجه. ده رقم واحد، دي اهم حاجه تهتم بيها عامه في شغلك كله 100%. تاني حاجه لازم تدرس اللي انت هتعمله، تدرس السوق اللي انت داخله، تسال مختصين، اسال مختصين تاني. تمام. هل لازم اكون فاهم في البيزنس اللي هفتحه ولا مش شرط؟ ما على حسب. انت ده بيزنس هتبقى انت، يعني انت مثلا مستثمر، ماشي، ما في فرق. انا مستثمر معايا فلوس كتير فبرمي في اكتر من مجال، خلاص كده ببقى فاهم رتوش. بس انا بستثمر في اكتر من شركه، مستثمر ملائكي مثلا، فبستثمر في اكتر من شركه وبنشتغل. لا يعني. بس انا مش مستثمر. لا، ما لازم تفهم طبعا. صح. يعني لازم اكون فاهم في الحاجه اللي نازل فيها. طبعا. ما انا هبنيها ازاي؟ صح. ورؤيتي هتبقى عامله ازاي؟ وازاي ان انا احاول احمي نفسي من الخساره. لان التجاره مش مكسب بس، يعني هي خساره ومكسب. المكسب بيجي بعد الخساره. صح. دايما في الشركات اللي بتكسب ببقى انا خايف منها. اللي بتكسب بتخاف منها. اللي بتبدا بمكسب. طبعا. اه. ليه بقى؟ ما اتعلمش. مع اول ازمه هيزعل. مش متعود على الكلام ده. لكن هو لما يبقى فيه خساره ومكسب وخساره ومكسب، عارف انت لما يبقى فيه الموضوع كده اتعلمت، فاتبنى عندها اساس سليم تستند عليه. لكن انا النهارده اول ما بدات كسبت، فبعمل حساباتي وقراراتي وتوجهاتي كلها على المكسب ده كله. خلاص مع السلامه. انا كسبان، فانا هفضل كسبان بقى. صح. تيجي تخسر البيزنس بيقفل ويفشل ويخرج من السوق وخلاص الموضوع انتهى. فلازم تخطط، تفهم في البيزنس اللي انت هتشتغل فيه طبعا تاني. لا مش لازم على فكره تبقى متخصص، بس تعرف الاوتلاينز، تعرف تدير. طب انا لسه شاب صغير، لسه في جامعه، اتعلم بقى. ما بص، مش دايما ان انا يبقى مناسب لي ان انا افتح بيزنس. حتى لو هفتح بيزنس لازم تبقى انت عارف ان انت في وقت ما هتجيب حد يدير لك البيزنس ده. لو انا ما اعرفش، ما يا اما هات حد يدير، يا اما هات حد بيفهم في الاداره دخله عشان يدير معاك. طب قول لي الاداره دي بالنسبه لك معناها ايه؟ يدير الكوادر البشريه، يدير الكاش فلو بتاعك، يدير المنتجات، يدير البيزنس كله. ما هو انت لسه بتخبط يعني. ايوه، يعني المفروض ان هو بس، يعني زي ما قلت لك احنا عندنا 3 حاجات: وقت، مجهود، فلوس. خلاص كده انا بفتح بيزنس، لازم يعني انا لو اقدر ان انا اشيل جزء من الفلوس ده عشان اجيب حد اكسبرت يبدا يدخل عندي، لازم تعمل ده. هيوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. صح. ليه؟ مش هتخسر. الغلطات اللي انت هتقع فيها كده وانت ماشي في طريقك وانت لسه مبتدئ، هو هيقول لك لا خد تعالى ما تقعش هنا، خد تعالى ما تقعش هنا. هيدور لك الدنيا اسرع بكتير. الوقت هيبقى يعني هيختصر. بدل ما انت تعمل حاجه في 2 اعملها في سنه، في سنه ونص. فانت 6 شهور او سنه دول انت اولى بيهم. فلا، لازم تعرف تدير البيزنس. كان في حد بيقول دايما مش خاطر انت بتعرف تعمل كفته
تفتح محل كفته. صح. يعني انت صنايعي، فانت تحط على المكنه تعمل حته شغل زي الفل. طب تعالى دير بقى، تعالى افتح محل بقى، افتح دير عماله شغاله معاك، انتاجيه، كاش فلو، اوبريشن، الكلام ده كله هتعمله ازاي؟ مش هتعرف، يبقى لازم تتعلمه. طب ما اعرفوش، معايا فلوس، اجيب حد يعمله. فدي حاجه مهمه. فاي حد بيفتح بيزنس انصحه ان هو يتحرى الحلال والحرام ويتعلم ازاي يدير، او يجيب حد يدير البيزنس بتاعه. حلو. ايه تاني؟ يصبر. صبر طبعا. هو يعني في مفهوم خاطئ كده عند الناس، هو هيفتح شركه في خلال سنه هيبقى يونيكورن، هيبقى كسبان. يا ابن الذين عملتها ازاي دي؟ هتعملها ازاي؟ بالظبط كده. ما هو لو اي حد هيفتح شركه في خلال سنه هيبقى معاه ملايين، مع مين ده بقى؟ عرفونا الطريقه عشان نروح ورا. هقول لك على حاجه. انا كنت من فتره كده بتفرج على فيديوز على اليوتيوب بتاعه ناس مليونيرات ومليارديرات في امريكا وفي اوروبا، بيعمل تحدي ان هو يعمل اول $1,000,000 في خلال سنه، وفي خلال 6 شهور. يروح ولايه تانية محدش يعرفه فيها، خلاص كده، ويتنكر ومش عارف ايه وبتاع، ويبدا ان هو يشتغل من الصفر، ولا هيعتمد على علاقاته ولا هيعتمد على فلوسه ولا نفوذه ولا اي حاجه. هو رايح يشتغل من تاني، عايز يعمل مثلا، في ناس قالت لك هوصل لاول $1,000,000 في اول 3 شهور، في ناس قالت في 9 شهور، في ناس قالت في سنه، وهم عندهم شركاتهم بملايين فعلا، شركاتهم كبيره. 90% فشل. منطقي. 90% منهم المليونيرات اللي هم فعلا عملوا ملايين فشل ان يبدا يعمل مليون في المده بتاعته، ولا حتى يوصل ل 50%، ولا يوصل ل 50%. يبقى معنى ذلك ان هي مش معادله. لا هي مش معادله. يعني مش هقول لك ايه اعمل 1 2 3 4 تبقى مليونير. حلو. هي لو كده كلنا بقينا مليونيرات. صح. لكن هي على حسب الظروف. اللي بقى مليونير النهارده او هو كان عنده شركه ناجحه فكان ليها ظروفها في الوقت بتاعه واشتغل عليها وفي حاجات ساعدته، وفي حد تاني هيجي يعمل نفس اللي هو عمله بالظبط وهيفشل. طب قول لي الاي اي بيفيد البيزنس في ايه، او في البيزنس بتاعك بتستخدمه في ايه؟ لا ده ريحنا في حاجات كتير جدا بجد. طبعا. يعني الاوتوميشن مثلا، الاوتوميشن كان من ضمن الحاجات. الاي اي سهل علينا حاجات كتير قوي، معلومات. انا عن نفسي بستخدم اي اي في المذاكره. طبعا. يعني انا المذاكره بالنسبه لي بيسهل عليا كل حاجه. انا الحاجه اللي كنت بقعد ادور عليها في ساعه واتنين هو في البيزنس بقى. يعني في البيزنس مثلا الاوتوميشن، تحليل البيانات. اوكي. مثلا كان كويس جدا. انا عشان البيزنس بتاعي كله اوبريشن، فالاوتوميشن بالنسبه لي توب بمعنى كلمه توب. ان هو انا بعمل كل في مهام عندي بعملها اوتوميشن، شتات بتتبعت لوحدها، حاجات بتتعمل لوحدها كل يوم في اوقات معينه. حلو جدا. مريحني جدا جدا جدا. ولازم يبقى عندنا يعني نواكب التطور. لازم ده برضو بينفع في ايه؟ بينفع ان انا ممكن اعمل اب سيلينج، كروس سيلينج، وممكن اعمل حاجات كتير جدا. في حاجات كتير بتتعمل بالاي اي النهارده على الويب سايتس. دي حاجه مهمه. التكنولوجيا عامه مهمه في البيزنس. هل الاي اي ده ممكن يستبدل الداتا اناليسيس؟ انا ما بقاش شايف ان الانسان اتخلق عشان يستبدل يعني. اوكي. يعني هو هيسهل المهمه. اوكي. بس الفكره كلها هو هيستبدله ازاي؟ يعني انا النهارده لما اجيب حد محلل بيانات، خلاص كده، انا مش فاهم، انا هجيب حد انا مش فاهم الموضوع، مش فاهم الحاجه دي بالظبط كده. فخلاص يلا اركن على جنب، هدخل اكلم الاي اي، مش هيديني برضه اللي انا عايزه 100%. يعني مش لسه ما وصلش المرحله دي. ما وصلناش. يعني حاجه انه هيوصل، ممكن، الله اعلم. يعني ممكن يوصل بعد كده، ممكن. ولكن يستغنى عن الانسان عامه؟ لا طبعا. الانسان ما اتخلقش عشان يستبدل بالشكل ده. الانسان خلق ليتكيف ويتطور. حلو جدا. خلق الانسان اتخلق في الحياه مش عشان يستبدل. الاستبدال بيجي عند ربنا بس. طبعا. هو مش عشان يستبدل، هو اتخلق يتكيف ويتطور. ده يعني نرجع للتاريخ هنشوف مثلا الثوره الصناعيه. الناس قالت لك المكن هيجي يحل محل البني ادمين. النهارده البني ادمين بطلوا؟ لا طبعا. بقوا شغالين. ممكن يكون قلل العماله شويه، اللي ما اتطورش ما كملش. خلاص كده، اللي ما تكيفش ما كملش. لكن برضو في فرص عمل تانية فتحت بقى، في الفن الصيانه، فن مش عارف، واحد واقف على المكنه وكل الكلام ده. فلا هو ما اتخلقش عشان كده. حلو جدا. طب اديني نصيحه من خبرتك او بعض النصائح من خبرتك، عايزك تقول للناس كريم وقع في الحاجات دي ما تقعوش فيها. التمرد، التسرع. انت كنت متمرد طبعا. ما انا بقول لك انا كنت ما عشان كده بقول لك انا كنت هناك. انت جاي من هناك. انا كنت هناك، ما انا كنت متمرد. انا كنت، بس انا فوقت. يعني انا خدت كام قلم كده على وشي فوقوني بدري. بس النهارده في ناس بقى مش لاقيه اللي اديها القلم ده، فهيجي فوق هو من نفسه لما يوصل لمرحله من الوعي والنضج، يفوق يندم. فاهمني؟ في وقت مش هينفع فيه الندم. ما هو الوقت ده سلعه غاليه لا تستبدل.
يعني الوقت سلعه لا 100% تستبدل. صح. يعني مش هعرف ان انا أبيع الوقت ابدلها ولا أشتري الوقت بقى، ولا ولا الكلام هشتري ده، ولا صح. هبيع. خلاص، فالوقت راح، السنه اللي راحت مش هعرف اجيبها تاني. خلاص. خلاص مع السلامه. مم. فلا كنت متمرد، كنت متمرد جدا جدا. مم. عدم الصبر برضو، كنت في مرحله شباب مش صبور. بس انا ما حدش جه قال لي بقى اصبر، مم. ما حدش جه قال لي مم. لا اهدى والامور بتاخد كذا. صح. انا لما نزلت السوق واتداس على وشي احترمت نفسي، صح. فاهمني. مم. فالصبر فانت بتنصح الناس بالصبر. صح. يعني دي النصيحه اللي بقولها لاي حد. مم. يعني هو الصبر عامه اصلا ليه منزله كبيره جدا. مم. فالصبر في اي حاجه ليه ثواب، مم. دنيا واخره. صح. فالصبر، عدم التمرد، احترام الكبير، مم. دي حاجه مهمه جدا. مم. التواضع، دي حاجات كلها مهمه. والاجتهاد، مم. يعني انت دايما هتجتهد، ليك نصيب، يعني ليك نتيجه كده كده هتاخدها. مم. ممكن ما تاخدهاش النهارده، ممكن ما تشوفش ثمره اجتهادك في اول سنه، صح. تشوفها بعد 10 سنين. بس لما تيجي تشوفها بعد 10 سنين هتفتكر اول سنه بدات فيها اجتهدت فيها. مم. يعني الثمره دايما ممكن ما تطلعش في نفس الوقت، 100%. ما تطلعش في الوقت اللي انت متوقعه، مم. هتطلع في الوقت المناسب ليك. حلو ده. الثمره اللي انت مستنيها هتطلع في الوقت المناسب اللي ليك، ربنا كاتبه لك. بس المناسب كمان. مم. يعني مش في اي وقت، يعني هي ممكن تطلع في وقت بدري شويه ما يبقاش مناسب، تبقى مصيبه. مم. لكن تطلع في الوقت المناسب ليك، مم. اللي تعرف تستمتع بيها وتستفيد بيها. مم. فيعني الاجتهاد دي حاجه مهمه جدا مم. جدا، وكمان حتى مريحه نفسيا. انك بتعمل اللي عليك، انت بتجتهد وتسعى وبتعمل اللي عليك. خلاص انا هنام مرتاح. بالظبط. لكن فكره بقى ان انت تقعد ما عملتش اللي عليك، طب ما تمام، ما انت مش هتنام بقى، صح. ما تقعدش تلوم غيرك. مم. اخر حاجه ما تعلقش اخطائك على شماعه غيرك. مم. غلطت ولا انا غلط. خليك قوي. مم. خلي بالك ان دي من افضل الحاجات اللي ممكن تعملها، انت تبقى قوي في ان انت تواجه نفسك. تواجه نفسك. طبعا انا غلطان فعلا. ولما تبقى انت قوي نفسيا هتعرف تواجه الناس برضه، تقول لهم ايوه انا غلطت في 1 2 3 وتمام خلاص، ما يعني هتعلم من الغلط بتاعي. لكن مشكله كبيره جدا يوم جاي قايل لي لا ما هم هو اللي عمل ما ده. الظروف، مم. فاهمني. فاي حد بتلاقيه يقعد يشكي من الظروف، طب ماشي، بعد الشكوى عارفين ان ممكن يبقى في حاجات صعبه وفي حاجات مش 100% احسن صح. حاجه. والدنيا مش وردي، ما هي دنيا عشان كده. بالظبط كده. فماذا بعد الندب مم. والصياح والعياط؟ مم. هتعمل ايه بقى؟ مم. هفضل مستمر، خلاص تفضل عايش دور الضحيه، مم. هتفضل فيها طول عمرك مش توصل لحاجه. مم. لكن انت بتبقى واقف انت في الدنيا دي في ماتش، مم. هتاخد ضرب لحد ما تقول يا بس مم. انت هتعرف تستحمل لحد فين. مم. صح. هي دي الفكره كلها. فلا يعني لازم تكون قوي نفسيا، ومش مم. اي حد ياثر فيك، وتكون عارف تعترف بخطأك بشكل كبير، ما تكبرش. اتعلم. انا حتى الان اي حد ببقى انا عارف ان انا اروح استفاد منه بروح واقعد واسمع كبير وعايز صغير استفيد. ان كان. طبعا حتى لو اصغر مني في السن. مم. هو بيعمل حاجه انا مش عارفها، ما اتعلمتهاش، صح. رايح اتعلمها منه عشان هو كويس فيها، مم. هروح اتعلمها. مم. خلاص الموضوع ما فيش مشكله خالص. مم. فالتواضع والقوه في ان انت تواجه نفسك باخطائك. مم. طب اقول لك على حاجه، هو الصلابه النفسيه دي بتيجي منين؟ بص، بتكتسبها ازاي؟ يعني برضه اصلا بحس ان انا بسمع، او ممكن تكون الناس بتسمع عن مسمى الصلابه النفسيه، خليك قوي. ازاي؟ الموضوع بالنسبه لي ليه اكتر من شق تربوي. ده بيتزرع فيك مم. من الصغر، من اهلك طبعا. لو هما مش مدركين لده بتبقى مشكله. لكن دينك شق ديني. مم. احنا ديننا دين قوي. فدي تاني حاجه. تالت حاجه بقى التعليم في السوق. التعليم في السوق طبعا. مم. الشارع انت بتتعرض فيه لانواع مختلفه من الناس. طبيعي. في حد كويس، وفي حد مش كويس خالص، وفي حد خاين، وفي حد في كتير قوي. فازاي هتبقى صلب نفسيا وقادر ان انت تواجه العقبات دي مم. من غير ما تتأثر عليك نفسيا، ولا تأثر على المشوار بتاعك، ولا تحبطك، ولا ترجعك لورا. يعني مهما حصل لازم طبعا لازم تبقى تستقبل الصدمات وانت فاكر نفسك في الجنة. الكلام ده هناك بقى، ربنا يرزقنا الجنة ان شاء الله. لكن انت في الدنيا هنا، ففي الدنيا هنا هتقابل كل حاجة. والناس كلها مش وردي، والناس كلها مش ابوك وامك. ولازم الناس اعتقد يعني تستوعب ده. بحس ان الناس مش مستوعبه اللي هو ازاي ده يقول لي كلمه مش كويسه. انا بقول دايما الايام هتعلمه. يعني هو لو ما استوعبش النهارده الايام هتعلمه. اصل هتعمل ايه؟ صح بالظبط. هتعمل ايه؟ قول لي هتعمل ايه؟ يعني ازاي حد شتمك؟ خلاص في بالضبط. ناس بتعمل كذا. يعني ازاي حد يقول لي كذا؟ ما قال. ما ازاي دي يعني هتروح ازاي؟ ما خلاص قال.
وفي غيره هيقول، بالظبط. وفي ناس كتير كده. انت محتاج تبقى مدرك انك لازم يعني اقول لك على حاجه، اي حد بيعمل بيرسونال براندنج هو لازم تهاجم يعني طبعا. ليه بقى؟ مفيش حد هيقول كلام يعجب الناس كلها 100%. خلاص كده. ففي فئه تانية، في حد هيجي ينتقد بالراحه، فلو انت غلطان بتصلح، صح. لو مش غلطان يعني بتوري له وجهه نظرك، بتفهمه وجهه نظرك دي عامله ازاي، وتبدا ان انت تقول له والله لا دي مبنيه على كذا كذا كذا، فبتقفوا مع بعض على ارض صلبه، او كل واحد بيحتفظ برايه وخلاص. فحتى اللي بيجي يشتمك من العدم، هو ما هو عنده طاقه غضب كبيره جدا بيطلعها في اي حد قدامه، خلاص بقى انت جيت في سكته تعالى. طيب انا زمان كنت بتعب من الموضوع ده، لكن دلوقتي تمام انا بعمل يعني هي بتعلم فعلا خلاص ما تمام يعني انا هعمله ايه؟ هو ورا الشاشه وانا ورا الشاشه، فهو كتب الكلمتين فانا احرق دمي واقعد ارد عليه بالكلمتين، فخلاص طب رديت عليه يا عم، عشان انا ساعات برد على الناس بشوف مثلا ان هو لا بحسن الظن فهرد عليك. اوكي ماشي، هو رد عليك بقى مش هتمك تاني ها بقى، طب خلاص بقى امسحه وكبر دماغك. اصل هو في الاول وفي الاخر يعني اقول لك على حاجه، انا يمكن عشان من الجيل اللي ما حضرش السوشيال ميديا من البدايه، يعني انا لحد ما كنت بقيت شاب كان لسه الموبايلات بتطلع، انا مواليد 90 فلسه الموبايلات بتطلع، والنت كان ممكن اروح اعمل صينيه مكرونه قبل ما النت يوصل عندي، يعمل دايل اب حرفيا والله. كنت ممكن اطبخ حاجه في المطبخ عشان اطلع الاقي النت وصل يعني، او الصفحه حملت او يعني حاجه كده. فكان الموضوع عامل ازاي؟ كان اخره ان حد يتكلم عليك في ظهرك مع حد، ما كانش فيه على السوشيال ميديا. يعني كنت مثلا انت يا اما هتروح تتخانق مع واحد بقى في وشه وانت عملت معاه كذا، انت قلت عليا كذا ده، لكن مفيش بقى واحد ان انا بقى واقف هنا وهو واقف هنا ومش هاتمه، ما هو اكيد فيها مشكله وراها. لكن النهارده على السوشيال ميديا بقى كل الناس اسود على الكيبورد، كل حد بيتكلم وبيقول اللي هو عايزه وبيشتم وبيزعق وبيضايق وبيعمل كل حاجه، فخلاص تمام. فانت لازم تبقى صلب نفسيا، ان لما حد يقول لك كلمه ما تاثرش في نفسيتك وتحبطك وتخليك قاعد متضايق طول اليوم وتقفل لك يومك. فعلى ايه؟ لا هو قال الكلمه، وعلى فكره هو ممكن يقول كلمه عابره وخلاص مش هو كان عنده طاقه غضب فرغها فيك يا سيدي، خلاص مش تمام كبر دماغك يعني. شكرا جدا، شكرا جدا ليك، شرفتنا ونورتنا النهارده واستفدنا منك جدا، وانا متاكد ان كل الناس اللي شافت البودكاست استفادت. اشكرك جدا، وربنا يا رب ينفع بيك دايما، وانبسطنا ان انت كنت معانا النهارده، واتمنى لك دايما كل التوفيق ان شاء الله. الله يكرمك، شكرا ليكم وشكرا على الدعوه الجميله دي، وانا انبسطت جدا جدا بالحلقه دي. ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. شكرا جدا ليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا في البودكاست بتاع النهارده، وانتظرونا ان شاء الله في بودكاست ثانيه قريبه جدا ان شاء الله.